بس قبل ما نبدأ الأحداث الأسطورية بتاعتنا يا صديقي، حابب أعرفك على قناة الأنمي الفشيخ، واللي بالمناسبة لسه نازل عليها حكاية أسطورية هناك بمعنى الكلمة، لازم تروح تتفرج عليها في أسرع وقت ممكن. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الكومنت المثبت يا صديقي، روح هناك واشترك في القناة واتفرج على الحكاية وقول لي رأيك فيها. الانمي بتاعنا بيبدأ في فترة الدول المتحاربة اللي كل دولة كانت بتحارب فيها علشان تثبت قوتها، ومن ضمن الدول دي كان في دولة جريئة اعلنت عن طموحها وقتها للعالم كله، بس اللي عملوه ده كان ليه تأثير كبير جدا عليهم. والمملكة دي مملكة تشين تحت حكم الملك تشين، واللي كان عندهم حلم كبير وهو انهم يحققوا انتصار عظيم في الارض اللي مليانة تنافس وحروب. ولكن علشان يقدروا يوصلوا للهدف ده كان محتاج حاجة واحدة بس، كانوا محتاجين جيش قوي وقتها مش بيشمل بس المحاربين الأقوياء، لا ده كمان الناس اللي عندها مهارات خاصة في مجالات مختلفة. وفي اجتماع مع قادة دولته وقتها الملك تشين طلب منهم حاجة غريبة ساعتها واتكلم وقال: خلوا أبواب دولتنا دايما مفتوحة لكل واحد عنده مهارة أو قوة خاصة، سواء كان شاعر أو مقاتل أو حتى في مجالات تانية، احنا محتاجين كل المواهب علشان نقدر نحقق طموحنا. ودي يعتبر كانت بداية التغيير، لأن بسبب الفكرة دي قدرت مملكة تشين إن هي تجذب أفضل المواهب من كل مكان. ومع مرور الوقت بدأوا إن هم يتفوقوا في الحروب بشكل مبهر ومختلف، وأصبح كل من يمتلك مهارة أو قوة معينة بيجي علشان ينضم ليهم من آخر الدنيا. وبدأت مملكة تشين توحد الممالك المجاورة ليها تحت الراية بتاعتها، وده خلق أمر كبير جدا بين الجنود والشعب، وكانوا بادئين يشعروا إن الإمبراطورية العظيمة دي هتبقى حقيقة مش مجرد حلم وخلاص. بننتقل بعد كده لقرية يونجو، وهناك بنتعرف على تشاو اللي كان قاعد جنب القبر بتاع أمه، وكان وقتها في حالة انهيار، ومر 17 سنة على وجوده في الدول المتحاربة، ومن ساعة ما اتولد ما شافش أبوه لحد دلوقتي، والنهاردة أمه ماتت، وده زود عليه الحزن بشكل كبير جدا. ومع ذلك كان عنده طموح كبير عايز إن هو يحققه في الحياة، وكان عارف وقتها شياو متأكد إن هو لازم ينضم لجيش القير علشان يحقق حلمه. بنشوفه لما كان بيجهز حاجته علشان يمشي، وساعتها كان بيفكر مع نفسه وبيقول: دولة تشين دي هتكون قوية جدا وهتقدر تدمر الممالك الستة اللي حواليها في المستقبل، وده خلاه حاسس وقتها ان دي فرصة كبيرة لازم يستغلها في اسرع وقت ممكن. ولكن قبل ما يطلع من المكان اللي هو فيه، حبيبته دخلت عليه وقطعت تفكيره وقالت له: هو انت رايح فين وسايبني؟ البنت كانت خايفة وقتها وقالت انه اللي هو بيعمله ده خطر كبير جدا عليه، ولكن هو طمنها وقتها، كان مصمم ان هو يمشي علشان يبدأ مشواره المهني هناك، وانه لما ينجح ويحقق اللي هو عايزه هيرتفع منصبه وهيرجع تاني علشان يتجوزها. وساعتها بيديها نص قلاده من معاه وهي بتديله النص التاني. الحزن كان مالي عينيهم وودعوا بعض وقتها، وابتدى شياو رحلته، وفجأة ظهرت له نافذة النظام لنظام مكافأة التجنيد، وادت له وقتها مكافأة التجنيد وكمان معاه مهمة جديدة، ولو خلص المهمة بتاعته الجديدة اللي هو عطاها له دي هيكون في مكافآت كبيرة ضخمة جدا غير اللي هو خدها. وفرح وقتها أول ما بيشوف النظام أخيرا شغال بعد كل السنين اللي انتظر فيها دي، ووقتها بيقرر يوافق من غير ما يفكر حتى، وبياخد منه المهمة. وأول مكافأة كانت بالنسبة له كانت تعليم أساسيات مبارزة السيف وتقوية قوته الداخلية، والنظام عرفه وقتها ان هو كل ما يقتل اعداء هيحصل على نقاط خبرة اكتر واكتر، ولما يحصل على النقاط دي هتزيد من قوته، هيبقى اقوى محارب مع الوقت. ودي يعتبر كانت بداية رحلة جديدة لشياو وهتغير حياته تماما. وبعد كده بنشوف الجنود المسؤولين عن استلام المجندين لما وصلوا للمكان اخيرا، وبنعرف ان القائد بتاعهم كان قوي جدا وكان اسمه وانجا. اول ما بيوصلوا القرية دي راح على طول لشيخ القرية علشان يستلموا منه المجندين، بس بيستغربوا اول ما بيعرفوا ان اعداد المجندين هم 10 افراد وبس، وكان طبعا بطلنا شياو واحد منهم. وانجا اعلنهم رسميا في هذه اللحظه ان هم جنود في الخدمه الدوليه، ودي كانت يعتبر اول خطوه لبطلنا تشاو في طريق النجاح وتحقيق حلمه. ولما اخيرا وصلوا مكان التجنيد، وانجا بدا يتكلم معاهم ويشرح لهم فئات الجنود اللي موجودين في الجيش. تشاو وقتها كان قلقان، وكل اللي شاغل تفكيره ان هو يكون مجرد جندي عادي في الجيش كده وخلاص، لان هو طبعا طموحه اكبر من كده بكتير وعايز منصبه يكون عالي، وكان شايف نفسه وقتها ان هو في منصب كبير وبقوه عظيمه، وده كان هدفه الحقيقي. وبعد كده وانج بيخلص كلامه وساعتها وجههم لمكان بيقال عليه حق الدخان، وكانوا رايحين لحد هناك علشان يقابلوا الجنرال. وبالفعل اول ما بيظهر الجنرال ده بنشوف شخصيته قويه جدا، وساعتها بالفعل بيأكد كلامنا ده وبيتكلم معاهم بكل ثقه وبيقول لهم: انا الاقوى في العالم ومفيش اي منافس بالنسبه لي. وساعتها طمنهم وقال لهم ان هم في المكان الصح ومحدش يقلق ابدا، وان هم لازم يكونوا مستعدين علشان هيبداوا شهر كامل من التدريب المكثف في المعسكر، وان كمان المدربين الجداد هم اللي هيمسكوا تدريبهم بعد كده. تشاو لاحظ ان معامله الجنرال ده بالرغم ان هو قوي للجنود كانت محترمه جدا، وده يعتبر خلى عنده امل كبير ان هو يلاقي فرصته في الجيش ده بالاحترام اللي هو شايفه. بدا يفكر
فكر في خطة الجيش وقتها وقال لنفسه ان في 20 خطة هجوم محتملة لجيش تشين. الجزء الاول من الهجوم ده ممكن يدي فرصة كبيرة للجنود ان هم يترقوا بسهولة. تشاو وقتها كان فرحان والطموح كان باين في نظراته، ومش ناوي ابدا ان هو يفضل في المكان ده، وهدف ان كل خطوة تكون بداية لقوة اكبر ومنصب اعلى. بعد شوية واحد من الجنود بيسأله عن الفرع اللي عايز ينضم ليه في الجيش، يا ترى هو ايه؟ ساعتها بطلنا تشاو فضل يفكر مع نفسه في الموضوع بجدية، وقرر ان هو يروح للجنرال بشجاعته، ووقتها سأله اذا كان ينفع ينضم لحرس الحدود، هل هيقدر يشارك في الحرب وهو لسه جندي مستجد ولا لا. الجنرال وقتها كان بيسمع منه الكلام وكان مستغرب جدا من جرأة الولد المستجد ده، وسأله وقتها فعلا يا ترى انت عايز تكون مع حرس الحدود بالفعل؟ تشاو بالفعل بيأكد كلامه، وبنعرف ان المعروف عن حرس الحدود ده ان هو من اخطر الفئات اللي موجودة في الجيش كله، وده طبعا خلى باقي الجنود مش مصدقين اللي هما بيسمعوه، كانوا مندهشين جدا بيبصوا لتشاو باستغراب، وكانوا بيقولوا وقتها يا ترى هو عايز يموت نفسه ولا ايه، لان مفيش اي حد عاقل بيقدر ان هو يختار الفئة دي وكلهم بيهربوا منها. الجنرال اول ما بيسمع الكلام بتاعه ساعتها سأله عن اسمه، وبطلنا تشاو ما ترددش وجاوب بكل ثقة وقتها. الجنرال كان معجب بيه وقال له ان هو يشوف الوضع اول، وطلب منه ان هو يستنى شوية لحد ما ياخد القرار، ولكن بالنسبة لبطلنا تشاو دي كانت فرصته الذهبية، وكان حاسس ان هو لازم يستغلها باي شكل من الاشكال. ولما جه ميعاد النوم والكل كان رايح ينام، قرر بطلنا تشاو ان هو مش لازم يضيع وقت ابدا، وبدأ يتدرب وقتها بجدية علشان يحسن من قوته. وهو في نص التمرين كان بيفكر مع نفسه وبيقول ان تقنيات الزراعة دي ممكن تزود من قوته وسحري. وبالفعل ساعتها ما عداش دقيقة وظهرت له شاشة النظام مرة تانية، ولقى ان قوته زادت بنسبة 20%. كان فرحان جدا وقتها ما كانش مصدق نفسه، ودخل لا يشعر بالحماس اكتر واكتر. وفي نفس اللحظة اللي هو بيتمرن فيها كان في صوت غريب جدا وحركة جنب اوضة تشاو، وبنشوف الجنود الكتيرة اللي كانوا بره ومتقدمين نحوه. تشاو بالفعل ساعتها سرعة البداهة عنده كانت عالية، وحس بيهم وصح اصحابه كلهم، وعرفهم وقتها باللي بيحصل، وان في ناس غريبة جاية بره هو سمع صوتهم، وطلب منهم يصحوا باقي الجنود. الجنود وقتها كانت قلقانة جدا، ولكن صحوا بعض، وبالفعل بدأوا ان هم يتحركوا اخيرا. بدأوا يتحركوا ولكن بخوف، وكانوا متوترين كلهم، ولكن بطلنا تشاو كان مختلف عنهم تماما، وما كانش خايف ابدا، وفي دماغه ان ده حاجة طبيعية يعني، وان اليوم الاول للمجندين المستجدين عمره ما يعدي بسهولة كده، لازم يواجهوا خطورة. وتشاو وقتها كان فاهم ان الجنود المستجدين لو أدوا كويس ممكن يوصلوا ل5 مناصب عسكرية مرة واحدة، وعلشان كده المحاربين القدام كانوا عايزين ان هم يدمروا المستجدين دول ويعلموهم درس من اول يوم ليهم علشان ما يعلوش عليهم. وبالرغم من الخطورة اللي بتحصل دي، ولكن بطلنا ما كانش خايف ابدا، ولكن كان فرحان جدا ان هم جم علشان يعلمهم درس عمرهم ما ينسوه هم، ويعلم عليهم من الاول كده، لانه من الاول كان اصلا عايز يجرب اسلوب الزراعة بتاعه الجديد في اي حد. بعدها بنشوف الجنود القديمة بالفعل لما تسللوا لأوضة تشاو ودخلوها فعلا، وكلهم كانوا واثقين من نفسهم وقتها مش خايفين، وعارفين ان هم يقدروا يسيطروا عليهم بسهولة لانهم بالنسبة لهم شوية مستجدين. ولكن اللي حصل عكس كده، تشاو وقف قدامهم بكل شجاعة، وبدأ ان هو يتصدى لهم بقوته، وكان بيقول لهم اللي هيقرب من هنا ولا يبص بس الواحد من اللي معايا انا هخلص عليه صدقوني. الجنود القديمة كانوا مستغربين وقتها جدا، وبيقولوا ازاي ولد مستجد زي ده عنده القوة دي كلها وقادر ان هو يقف قدامنا، وازاي مش خايف مننا، ده الناس كلها بتعمل لنا 1000 حساب هنا. وكان واضح ان هو مش بس بيدافع عن نفسه، لا ده كان باين ان هو متدرب من زمان قوي وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا، لدرجة ان كل ضربة كانت بتطلع من تشاو وقتها كانت بتبين ان هو مش مجرد جند عادي. والجنود القديمة وقتها حسوا ان هم قدام حد مختلف تماما وعنده مهارات هو مخبيها، وساعتها بدأت تظهر عليهم ملامح الدهشة، وهم مش مصدقين حرفيا اللي هم بيشوفوه. بطلنا تشاو ابن الذكية كان مركز بقى وقتها جدا، وعارف ان دي فرصته علشان يثبت نفسه قدام الكل، واقف بيقاتل معاهم بكل شجاعة، وبقول لهم صدقوني انا هندمكم على اليوم اللي انتوا فكرتوا فيه تعملوا كده. وفي اللحظة دي الجند كان بيوجه كلامه لتشاو هو واصحابه، وبيقول لهم انت ازاي تجرؤوا وتضربوا واحد من المحاربين القدامى، ولكن تشاو وقتها بيبدأ يحاوطوا هو واصحابه وبيهجموا عليه بعنف كبير. الجنود الحراس حسوا ان في حاجة غريبة بتحصل في السكن وقتها، وبدأوا ساعتها ان هم يسألوا الجندي، والجندي وضح لهم ان الجنود القدامى بالفعل راحوا للمستجدين، ودي حاجة معروفة من زمان جدا بين الجنود ان هم ما بيطقوش اي حد مستجد. الحارس كان متعصب جدا وقتها، وقال ان الجنود القديمة دي ما اهتموش بالامر، وقرر وقتها يجمع كل الجنود. وكان الحارس متفاجئ جدا اول ما عرف ان الطلاب القديمة هي اللي مضروبة. المرة دي مختلفة تماما عن اي مرة فاتت، كان العكس هو اللي بيحصل. كل الطلاب كانوا بيشمتوا في الجندي اللي هجم على بطلنا تشاو، وكانوا بيقولوا ان ده الافضل ليه. وفي اللحظة دي واحد من الجنود كان متعصب وسأل مين اللي عامل العملة دي، وتشاو ساعتها تقدم بكل ثقة ووقف قدامه وقال له انا اللي عملت كده يا باشا. اول ما بيتقدم كده الحراس بيعرفوه، بيقولوا له انت الجندي اللي تطوعت وكنت عايز تكون من حرس الحدود. وبالفعل تشاو بيأكد كلامهم ده وبيقول لهم ايوه انا الجندي اللي انتوا قصدكوا عليه. الحارس ساعتها هدى الموضوع وطلب من تشاو ان هو يحكي
يحكي له كل حاجه حصلت. وبالفعل بطلنا تشاو ما بيكدبش خبر وبدا يحكي له كل حاجه حصلت بالتفصيل. الحارس اتفاجئ ساعتها ان تشاو ده اول واحد في المعسكر يقدر يقاوم هجمات الجنود القديمه، وكان مبهور حرفيا ببطلنا تشاو وقال له ان هو هيترقى النهارده قبل بكره، ودي كانت اول مره تحصل في المعسكر كله من ساعه ما تم انشاؤه. المفروض بطلنا تشاو يكون فرحان، ولكن الحارس لاحظ ان هو مش متفاعل مع الترقيه دي ولا فرحان بيها، فساله وقتها عن السبب وقال له يا ترى انت مش عايز تكون قائد لباقي زمايلك الجداد؟ بطلنا تشاو ابن العناديه رد عليه وقال له بكل ثقه ان هو مش مهتم بمنصب عسكري ابدا، لان لو في 5 مجندين في الخيمه بتاعته في المعسكر التدريبي فمش هيقدموا له اي حاجه. كل الجنود زمايل بطلنا كانوا في حاله صدمه حرفيا منه، لكن الحارس بقى زاد اعجابه اكتر واكتر ببطلنا اول ما قال له الجملتين دول. وفي نفس اللحظه مساعد الحارس ده نصح بطلنا تشاو ان هو ما يكونش مغرور ويتعامل مع الموقف بشكل افضل من كده. بطلنا تشاو ساعتها رد عليه وقال له انا مش عايز اكون حارس على 5 جنود بس يا باشا، انا طموحي اكبر من كده بكتير وعايز اكون الجنرال. والحارس ده قال له ان هو هيديله فرصه النهارده يختار واحد من الجنرالات اللي هو بيحبها، ووعده ان هو هناك هيترقى لمنصب اعلى. دو ساعتها قال له ان المنافسه هتكون مع 10 طلاب لوحده، ولو قدر يفوز في المنافسه دي هيكون قائد لعشيره من عشائر الطلاب واللي هم كانوا اصحابه اصلا في القريه. وعلى الجانب الثاني الطلاب كانوا مستغربين جدا من جرأة بطلنا تشاو وبداوا يتكلموا عنه ووصفوه ان هو مغرور. واحد من اصحاب تشاو كان خايف عليه وقرر ان هو يروح له ويطلب منه يعتذر لقائد دو، ولكن تشاو ابن العناديه اصر على موقفه ورفض الاعتذار تماما وقال له انا مش هعمل كده. وثم من بعد كده بدات المنافسه بينه وبين ال10 طلاب وكلهم كانوا مستعدين للتحدي. وفي بدايه المنافسه دي اقترح بعض الطلاب ان هم يهاجموا واحد ورا التاني علشان تشاو يقدر يهاجمهم بسهوله، وطبعا كانوا فاكرين ان هو مش هيقدر يقاوم قدامهم، فبطلنا تشاو رفض الفكره دي تماما وقال لهم ساعتها ما فيش داعي ان هم يعملوا كده ويتحدوا كلهم يهاجموا مره واحده. وبالفعل كانوا بيستعدوا علشان يبداوا، والقائد دو كان بيراقب الموقف من بعيد. وبالفعل بيبدا اول واحد من الجنود ان هو يهاجم بطلنا تشاو، ولكن بطلنا تشاو قدر بسهوله جدا ان هو يصد الضربه بتاعته. باقي الجنود بتتضايق وبيبداوا يهجموا عليه 3 من الجنود ورا بعض، كانوا فاكرين ان هم كده يقدروا يخلصوا عليه، ولكن بطلنا تشاو قدر يتصدى ليهم كلهم. والمفاجاه الكبيره لدو والجميع الطلاب ان هو قدر يهزم ال10 طلاب دول في وقت قياسي جدا، لدرجه ان كل الموجودين كانوا في حاله من الدهشه ومش قادرين يصدقوا لحد دلوقتي. ومساعد الحارس دو وقتها اعترف ان بطلنا تشاو قوي جدا وهو لا يقهر ابدا، وان هو اثبت نفسه كويس قوي في المعركه. وبعد القتال اللي حصل ده بطلنا تشاو راح علشان يساعد كل الطلاب اللي قدر يهزمهم، وكانوا وقتها معجبين ببطلنا وعندهم فضول كبير قوي يعرفوا التقنيات اللي هو استخدمها. الحارس دو ساعتها كان منبهر ببطلنا هو كمان، واكد له ان الوعد اللي وعده له لسه ما اتغيرش ابدا. وفي نفس اليوم ده اعلنوا ان بطلنا تشاو هيتعين في منصب القائد داي، وطلبوا من كل الطلاب اللي موجودين يهتفوا باسمه وقتها واحتفلوا بيه. وفي نفس اللحظه ظهرت نافذه النظام قدام بطلنا واكدت له ان هو نجح في المهمه بالفعل وتم تعيينه قائد، والمكافآت بتاعته اللي هو حصل عليها علشان المهمه دي كانت الترقيه للمستوى الرابع. ومش بس كده، كان معاه مكافآت كتير ثمينه، لدرجه ان بطلنا تشاو حس وقتها ان النظام بيديله مكافآت كتيره هو ما يستحقهاش اصلا، ولكن ابتدى يدرك وقتها ان كل ما زادت قوته مكافآته هتكون اكتر واكتر وهيحصل على اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت على الجانب الاخر كان في شخص بيقدم تقرير لمعسكر يونج وبيتكلم فيه عن قرار مينج بخصوص بطلنا تشاو، وبيقول ان هو شخص مثير للاهتمام. وبعد ما عدت فتره قصيره على تشاو في المعسكر ده الدنيا اتغيرت هناك تماما. في اليوم اللي اعلن فيه الجنرال عن رسالته للملك تشين، وكان واضح ان المعسكر داخل كله على مرحله جديده. الملك وقتها كان بيقول في الرساله بتاعته ان العالم في حاله فوضى كبيره جدا، وان الحروب اللي شغاله دلوقتي ادت لقتل عدد مهول من المدنيين بطريقه مأساويه. والملك وقتها كان هدفه ان هو يرجع السلام للعالم مره تانية، وده خلى وقتها كل يحس ان قدامهم مهمه كبيره وكانوا حاسين بالمسؤوليه بالفعل. واحد من الجنود وقتها كان بيسأل صاحبه اذا كان فعلا هيروح للحرب دلوقتي ولا لا، ولكن صاحبه رد عليه رد مليان استغراب كله ما كانش فاهم اي حاجه منه، لما قال له ان في فتره تدريب لسه المفروض ان هي تكمل الاول، ولو ما كملتش ازاي هنكون جاهزين اصلا لحرب قويه زي دي. ولكن بقى عكس كده بطلنا تشاو الفتره اللي فاتت دي كانت كافيه ان هي تخليه مختلف تماما عن اول يوم وصل في المعسكر. مستواه ارتفع بشكل كبير جدا وقوته زادت عن الاول بكتير، لدرجه ان هو كان حاسس ان هو جاهز يدخل اي حرب مهما كانت صعوبتها وهيقدر يفوز فيها بنجاح. والجنرال وقتها اكد للجميع ان ساحه المعركه هي افضل مكان يتدربوا فيه دلوقتي، ولازم يتدربوا كويس قوي علشان الحرب دي قويه وما ينفعش يدخلوها وهم اي كلام مش متدربين. وبدون اي تفكير بالفعل الجنود بدات تتحرك علشان يحققوا هدفهم. وبنعرف ان المعركه الجايه مع كوريا وهي الدوله اللي شافوها الاضعف في الوقت الحالي، كل خطوه وقتها كانوا بياخدوها كانت بتقربهم اكتر واكتر من المواجهه، وكل واحد فيهم كان شايل جواه خليط
خليط من الحماس والخوف. وتشاو وقتها كان ماشي وسطهم ومش خايف من اي حاجه، وكان مستعد ان هو يثبت نفسه ومستعد ان هو يدخل المعركه اللي ممكن تكون البدايه الحقيقيه لقصته. وفي الطريق للحدود الكوريه الجو ساعتها كان مليان توتر والدنيا مش تمام ابدا. كل خطوه بيخطوها كانت بتقربهم اكتر واكتر لساحه القتال. والجنرال دو وقتها كان ماشي قدامهم وكان بيبص لكل واحد فيهم وبيحذرهم بجديه ومن خطوره الموقف، وقال لهم ان المعركه دي ما بتفرقش بين جند قديم او جند جديد، حتى الكل بيكون نفس المستوى، لكن ما فيش اي مجال للضعيف او التراجع خالص. وكملوا رحلتهم وقتها مع اقترابهم من جيش العدو. واحد من الجنود الكوريين لمحهم من بعيد، وملامح الخوف وقتها اول ما بيشوف الجيش ده ظهرت على وشه، ومن غير اي تفكير طلع يجري بسرعه علشان يبلغ القائد باللي هو شافه ويحذر باقي الجنود. القائد وقتها فهم ان الموضوع مش خطير ابدا ومش مجرد هزار، وبدا يجهز جيشه بالكامل للمواجهه. واخيرا وصلوا لعندهم هناك والمعركه بدات بشكل عنيف جدا. وقتها اصوات السيوف والدروع كانت مرعبه وكانت ماليه المكان كله، وصرخات الجنود كانت بتسمع في كل اتجاه. تشاو كان مختلف تماما وسطهم لان مهاراته كانت كويسه قوي، عارف يستخدم ذكائه وكان عارف بيعمل ايه، وقدر في وقت قليل ان هو يقتل عدد كبير جدا من الجنود الكوريين بسرعه رهيبه. قوته وقتها كانت ظاهره قدام الكل، وكان واضح ان هو مش زي اي جند عادي كده وخلاص، لدرجه ان القائد الكوري لاحظ قوه بطلنا تشاو من وسط المعركه ومن وسط الناس الكتيره دي، وكان خايف من وجوده جدا وقتها، وادرك ان هو مصدر تهديد كبير جدا للجيش بتاعه. وعلى طول امر مجموعه من افضل الجنود ان هم يهاجموه ويتخلصوا منه في اسرع وقت ممكن قبل ما يسبب لهم مشاكل. ولكن بطلنا تشاو بخبرته اللي كسبها في الفتره الاخيره دي والتدريبات اللي هو عاملها قدر يواجههم بكل سهوله. فضل يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما موتهم كلهم بالفعل. وبعد ما بطلنا تشاو قدر يخلص عليهم بكل سهوله رجع وقتها على باقي الجنود مره تانيه. والقتال وقتها اول ما بيرجع بطلنا بيستمر بشراسه مره تانيه. القائد الكوري كان واقف يتفرج على الجيش بتاعه، عارف ان الوضع خارج السيطره ومش عارف يعمل لهم اي حاجه لان جيشه بيخسر، وما كانش قدامه اي فرصه وقتها غير انه يختار الهرب. بطلنا تشاو قدر يلاحظ ان هو بيهرب وقتها وراح علشان يلحقه، بالفعل كان اسرع منه وقدر يمسكه. بيدخل في معركه معاه لحد ما بيقدر بالفعل ان هو يقتله. ساعتها قطع راسه قدام الجنود كلها بلا رحمه، وساعتها مسك راسه ورفعها في وسط الناس كلها في ساحه المعركه، واقف بكل شموخ معلنا النصر للجيش بتاعه. واول ما الجنود الكوريين بيشوفوا القائد بتاعهم ودماغه مقطوعه كده بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا، وقتها بيكونوا مدركين ان هم مش هيقدروا يكملوا قدام بطلنا لان المعركه صعبه جدا ومش زي ما هم فاكرين، وقرروا وقتها ان هم يستسلموا بالفعل. وساعتها الوضع كان واضح والهزيمه كانت كامله، وجنود جيش الملك تشين بداوا يهتفوا باسم بطلنا تشاو واللي هو اقوى واحد في المعركه كلها، واللي كان يعتبر السبب الرئيسي في فوزهم الكبير اللي هم حققوه. وتشاو وقتها بجدارته وقوته واثبت ان هو مش مجرد شخص عادي كده وخلاص، بل شخص قادر ان هو يقود المعارك ويصنع فرق حقيقي في الحرب. وبعد المعركه الكبيره اللي حصلت دي كل الجنود كانوا معجبين جدا ببطلنا تشاو وشجاعته، والاعجاب ده ما كانش مجرد كلام وخلاص لان النظام بتاع بطلنا تشاو استجاب للي حصل ده واداله مكافاه كبيره وضخمه. القوه بتاعته زادت بشكل ملحوظ والقوه بتاعته اتعالت بسرعه رهيبه. ومش بس كده، ده الجنرال دو كمان وقتها قرر ان هو يرقيه بسبب ادائه المبهر في المعركه. ولكن بطلنا تشاو زي ما احنا عارفين ما بيقتنعش بالحاجه اللي هو بيكسبها وخلاص. وبعد الترقيه والقوه الكبيره اللي حصل عليها دي بعدها على طول بدا ان هو يتدرب علشان يزود قوته اكتر، وكان عنده طموح كبير جدا وقتها وكان بيتدرب باصرار علشان عايز يوصل لمستويات اعلى واعلى، لان بالنسبه له القوه اللي موجوده عنده دي كلها كانت مجرد البدايه من الرحله اللي هو كان بيحلم بيها، وكان مستني وقتها الفرصه اللي تثبت ان هو يستحق اكتر واكتر من اللي هو حصل عليه. واثناء ما تشاو كان بيتدرب في نفس الوقت ده الجنرال دو كان مشغول مع باقي الجنود هناك لحد ما وقتها وصل له خطاب جديد، والخطاب كان بيتكلم على النتائج الساحقه اللي هم حققوها مع الجيش الكوري. والرساله كانت بتقول وقتها ان جيش الملك تشين قدر يهزم الجيش الكوري ولكن بخسائر بسيطه جدا، ووقتها استولى على كميه كبيره جدا من اموالهم وممتلكاتهم وخلصوا كل حاجه عندهم. الجنرال كان مصدوم وقتها من السرعه الرهيبه اللي الجيش بتاع الملك قدر فيها يخلص المهمه، ولكن الصدمه الاكبر بالنسبه له لما قرأ وقتها في الخطاب ان بطلنا تشاو لوحده قدر يهزم 106 جندي كوري. الرقم ده كان كبير جدا وغير طبيعي لاي حد في المعسكر، وكان بيؤكد وقتها ان بطلنا تشاو مش مجرد جند عادي بل جندي لا يقهر، بل بطلنا تشاو قدره استثنائيه قادره تقلب موازين اي معركه.
الخبر عن انجازات شياو بدأ ينتشر وسط الجنود بشكل غير طبيعي، والكل بدأ يبص له بنظرة مختلفة. بالنسبة ليهم تشاو بقى رمز للقوة والطموح، وشخص الكل مستني يشوفه هيعمل ايه في المستقبل. الملك تشين كان قاعد في القصر بتاعه وبدأ يقرأ الأخبار اللي وصلته عن المعركة الأخيرة، ولما عرف إن جندي جديد زي بطلنا تشاو قدر إن هو يحقق الإنجازات بالشكل ده، حس إن الشاب ده مش عادي أبدا، وإن هيكون له دور كبير جدا في مستقبل المملكة. قادة الدولة الكبار كانوا متفاجئين جدا برضه وقتها، خصوصا إن تشاو ده انضم للجيش من فترة قصيرة جدا، وبالرغم من كده حقق إنجازات محدش قدر إن هو يحققها. وفي نفس الوقت الملك كان واقف قدام صورة بنته معينة وملامحه كانت مليانة حب واشتياق، كان باصص للصورة ومركز فيها قوي وكأنه بيكلمها، وساعتها اتكلم مع نفسه وقال: أنا في طريقي دلوقتي علشان أوحد العالم، وبعدها مفيش أي حاجة هتمنعني عنك. ولكن سكت لحظة كده والحزن كان باين في عينه، لأنه لسه ما يعرفش مكانها أبدا لحد دلوقتي. وعلى الجانب التاني جيش تشاو كان متجه ناحية قلعة كبيرة تابعة لجيش العدو. الجنود كانوا فوق القلعة مستعدين كويس جدا ومستخدمين الأسوار العالية علشان يحتموا فيها، ولما بدأ جيش بطلنا تشاو يقترب منهم بدأ العدو يهجم عليهم بالأسهم من فوق. الهجوم كان قوي جدا لدرجة إن خلى جزء من جيش بطلنا تشاو يتراجع للخلف وكانوا خايفين. وبطلنا تشاو بقى كان واقف في وسط المعركة شايف اللي بيحصل ده كله، وقرر وقتها إن هو ما ينفعش يفضل واقف يتفرج كده. ولما شاف إن الجيش بتاعه خلاص بيتراجع وخايفين، حس إن دي اللحظة اللي لازم يتحرك فيها بنفسه. طلع قدامه وقتها كان مستعد كويس قوي إن هو يواجه الوضع مهما كانت الصعوبات. وتشاو كان عارف وقتها ومتأكد إن الخطوة اللي هو أخدها دي مش مجرد معركة عادية. تشاو بالفعل قدر يتعامل مع الوضع في المعركة بشكل مدهش. قدرته على تحليل الموقف ورده السريع وكمان شجاعته خلت الجيش يتحمس جدا ويتفوقوا على جيش العدو. تفوقوا عليهم بالفعل رغم الظروف الصعبة اللي هم بيمروا بيها. وفي نفس اللحظة دي الجنرال دو استدعى تشاو علشان عايز يتكلم معاه، وبالفعل تشاو ما كدبش خبر وراح له بسرعة. كان متوقع وقتها ان الموضوع ممكن يكون بخصوص خطة جديدة، بس اول ما بيوصل هناك الجنرال كلمه وقال له: انا سمعت ان انت قررت تفتح بوابة المدينة لوحدك. تشاو بكل ثقة رد عليه وقتها وقال له فعلا ان دي الخطة بتاعته وان هو كان ناوي ينفذها لوحده. الجنرال كان مبسوط وقتها بالثقة الزايدة اللي عند بطلنا تشاو، ولكن فاجئه بحاجة تانية وقتها لما قال له وقتها ان الملك بنفسه بعت خطاب شكر مخصوص ليك يا تشاو. تشاو اللي كان معتمد على القتال والتدريب بس اتفاجئ وقتها لما سمع الخطاب ده من الملك نفسه. الملك بيشكر مجرد جند عادي، ده حاجة ما كانتش على بالي ابدا. الجنرال وقتها بدأ يطمنه وقرأ له الخطاب قدامه. الملك كان كاتب في الخطاب ان هو حاسس بالشرف والفخر ان في جندي زي تشاو في الجيش بتاع المملكة. الكلمات دي أثرت جدا في بطلنا تشاو اول ما بيسمعها، وملامح الفرحة واضحة جدا عليه. حس كمان وقتها ان هو مش بيحارب علشان نفسه او طموحه، لكنه كمان بيخدم بلده بطريقة استثنائية. والجنرال وقتها حب ان هو يكافئه اكتر وقال له: من دلوقتي هتكون قائد ل 500 جندي بحالهم. وبعد ما خرج بطلنا تشاو من مكتب الجنرال كان في قمة سعادته حرفيا بسبب الترقيات اللي حصل عليها وخطاب الشكر من الملك والمكافآت اللي النظام اداها له وقتها. مكافآت النظام لوحدها كانت 500 جايزة، كانت كافية ان هي تزود قوته بشكل كبير جدا. وحس وقتها ان هو خلاص كده بيقرب من الحلم بتاعه، وان هو يصبح شخص لا يقهر، وان هو جاهز دلوقتي لاي تحديات مهما كانت صعبة او مستحيلة. ولكن بقى بعيد عن المعسكر والقتالات اللي بتحصل دي، في مكان تاني كانت حبيبة بطلنا تشاو في حالة تانية خالص. صراخاتها كانت مالية القصر وقتها وهي بتتكلم وبتقول: انا مش مستعدة اتجوز اي حد تاني غير شياو. كل اللي كان في دماغها كلامه قبل ما يمشي، وان هو اول ما يرجع هيخطبها على طول. وهي كانت متمسكة بالكلام ده كويس قوي، مهما يحصل مش عايزة ان هي تتخلى عن بطلنا. ولكن والدها كان مصمم على رأيه في الوقت ده، وكان شايف الامور بطريقة مختلفة تماما. اتكلم معاها بصوت مليان غضب وقتها وقال لها: انا ابوك ولازم تنفذي الامر اللي انا بقوله لك. وبنعرف ان الجوازة دي كان عايز يجوزها لها علشان مصلحة، لان لو جوز لها الجوازة دي هيحصل وقتها على منصب الملك، وده كان افضل ليه ان هي تستنى تشاو اللي مجرد جند عادي في الجيش ومحدش عارفه حتى اذا كان عايش او ميت. وبرغم من كلام ابوها، ولكن هي مصممه على اللي في دماغها، وكانت بتتكلم معاه وقتها وبتقول له: تشاو عايش ومش عايزاك تقول كده ابدا عليه، بعد اذنك هو هيرجع ويخطبني زي ما هو وعدني. ولكن ابوها برغم حماسها وكلامها ده ما كانش مقتنع تماما. سابها وقتها وخرج من القاعه وهو مصمم على القرار اللي في دماغه. كان شايف وقتها ان مصلحته ومصلحه العائله اهم من اي حاجه تانية، حتى لو ده معناه ان هو ممكن يضحي بسعادة بنته مقابل ده. وقتها بقى كانت المفاجأة بالنسبة له لما عرف ان بنته حامل، واول ما بيعرف الكلام ده بيتعصب جدا عليها وبيقلب الدنيا، وبيقول لها وقتها ان الطفل ده هو سبب كل المصايب اللي هتجيلهم. وهي بتحاول تدافع عن نفسها وعن طفلها، لكن ابوها بيقرر ان هو ياخدها وينتقل لمدينة تانية. كان كل اللي في دماغه وقتها ان هو يبعد عن بطلنا تشاو ويمنع اي فرصة ان هم يتقابلوا تاني. البنت كانت زعلانة جدا وبتنهار من كتر القهر اللي في قلبها، لكنها كان عندها امل ان بطلنا تشاو يرجع
بسرعه مره تانية قبل ما كل حاجه تضيع. وفي نفس الوقت على الجانب التاني في المعسكر بنشوف واحد من الجنود لما بيتصاب بسهم في رجله. الدكتور وقتها كان خايف عليه جدا وبيحاول يعالجه بسرعه، ولكن بطلنا تشاو بيتدخل وبيطلب من الدكتور ان هو يهدى وهو بيعالجه، وبيبدا يعدل على الطريقه بتاعه العلاج. وكان كلامه مليان ثقه وقتها، بيؤكد ان الجندي ده هيقدر ان هو يعيش مره تانية لو العلاج كان بالطريقه الصح. وعلى الجانب التاني بتشوف بطلنا تشاو لما كان فاتح نافذه النظام بتاعته بيحسبها كويس، وبيعرف ساعتها ان هو خلص كل نقاط الترويج اللي عنده. ولو قدر ان هو يقتل هان مش بس هيقدر يخترق للمستوى السادس، لا ده كمان هيحقق طفره كبيره من قوته الداخليه. والخطوه الخطيره دي هي اللي هتفتح له باب ان هو يدخل عالم فنون القتال بقوه اكبر. وفجاه مجموعه من الجنود بيدخلوا القاعه وقتها، والقائد بتاعهم بينحني قدام بطلنا تشاو، ولكن بطلنا تشاو بيبص له باستغراب وقتها ومش عاجبه فكره الانحناء دي خالص. وبكل جدعنه منه بيقول له ما تنحنيش قدام حد تاني، احنا كلنا اخوات هنا، وان هم مش لازم يعملوا كده ابدا علشان يبينوا له الاحترام. التصرف ده بيبين قد ايه بطلنا تشاو مختلف وبيكتسب احترام الجنود اكتر واكتر. بعد كده بطلنا تشاو بينادي على واحد من الجنود واللي بيكون اسمه ليه، وبيقول له وقتها ان هو عايزه يبقى حارس شخصي ليه وكمان في الجيش بتاعه. ليه ما بيكونش مصدق اللي هو بيسمعه وبيوافق وقتها على طول، وبيقول له ان هو معاه لاخر نفس فيه. تشاو ابن الذكاء بيستغل الفرصه دي وبيطلب من باقي الحراس ان هم يكونوا دايما معاه وفي صفه. الكل طبعا بيوافق بحماس وقتها لانهم شايفين ان بطلنا تشاو قائد يستحق ان هم يتبعوه. الفرحه والحماس كانوا باينين جدا على الناس كلها في هذه اللحظه. وفي نفس اللحظه بطلنا تشاو بيوصله خبر جديد بتعيينه قائد لليوم ده. بياخد القرار ده بحماس وقتها وبيجمع كل الجنود علشان يبلغهم، بيعرفهم ان هو عنده خبر كويس او هيفرحهم اكتر واكتر، وبيعلن الخبر بفخر. وساعتها بيفضل يحفزهم بكلامه وبيقول لهم ان هم يكونوا جاهزين لاي تحدي في اي وقت، وكمان بيبارك لهم على انتصارهم العظيم في مدينه دايانج. ولازم ياخدوا بالهم كويس قوي علشان كوريا الجنوبيه لسه موقفها مش محسوم لحد دلوقتي، وان المعركه لسه طويله. وفي النهايه بعد ما بيخلص كلامه بيسال ليه عن مكان اقامه الجنرال تشانج. ليه بيعرفوا المكان وقتها، وبطلنا بيطلب منه ان هو يوصله لحد هناك. ليه ما بيرفضلوش طلب زي ما احنا عارفين، وبينطلق معاه بحماس ساعتها. وعلى الجانب الاخر الوضع بيكون صعب جدا هناك عند الجنود اللي بيكونوا مصابين. كل جندي بتكون حالته اسوأ من التاني وشكلهم متبهدل على الاخر. واكتر واحد فيهم كان بيتألم هو الجندي اللي كان مصاب في رجله بالسهم وقتها لانه مسبب له الم شديد، وحالته كانت بتتدهور بشكل سريع جدا. الدكتور في المعسكر كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعالجه، كان بيحاول ان هو يحفزه واداله كمان مسكنات قبل ما يشيل له السهم من رجله. وفي وسط اللحظه الحرجه دي بطلنا تشاو بيظهر ساعتها وبيسال الدكتور عن حاله الجندي. ساعتها الدكتور ما بيطمنوش ابدا وبيرد عليه وبيقول له ان الوضع صعب جدا زي ما انت شايف، وان هو كان بيعمل كل اللي عليه علشان يساعده، ولكن فرصته في النجاه دلوقتي مش اكتر من 30%، ولو ما قدرش يوقف النزيف ده والنزيف فضل مستمر كده ففي الغالب ان هو هيموت على طول. بس بطلنا تشاو ابن العناديه بيقول له وقتها بكل ثقه ان هو عنده حل، ولو اتبعوا تعليماته فرصه النجاه بتاعه الجندي دي هتزيد 60%. الدكتور في البدايه بيكون متردد ولكنه بيسمح لبطلنا تشاو ان هو يتدخل ساعتها. وقتها بطلنا تشاو بكل فخر بيبدا ان هو يشرح له خطته اللي هم عايزين يعملوه، وبيبدا ان هو ينظف الجرح باستخدام النار علشان يعقم المنطقه المصابه. وبعد ما يعملوا كده الخطوه الاهم بقى ان هم يبداوا يشيلوا السهم من جسمه، ولما السهم يتشال بنجاح هيبداوا ان هم يطهروا الجرح بتاعه بالكحول. وكمان قال لهم بعد ما يخلصوا كده لازم يغلوا القماشه اللي هيربطوا بها الجرح علشان يقللوا خطر العدوى. الكلام ده كان طبعا غريب جدا على الدكتور وكان مستغرب وقتها، وبدا ان هو يعترض على كلامه وبيعرفه ان الكحول اللي هو عايز يحطه على الجرح ده فكره جنونيه وممكن تودي في 60 داهيه. انت كده بتزود الالم اللي عند المريض وممكن يفضل يصوت وما يستحملوش ابدا. ولكن الجندي المصاب في هذه اللحظه بيبدا ان هو يتدخل بالكلام بنفسه وبيطلب من بطلنا تشاو ان هو يساعده في اسرع وقت ممكن. وبيطمن الدكتور وقتها بيقول له تشاو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، هو اكيد يعني مش بيهبط كده اي كلام وخلاص، لا ده هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي وعنده خبره كمان. وعايز اقول لك ان هو لو ما كانش موجود معانا كان عدد الجنود اللي بيموتوا في الحرب هيكون اكتر بكتير من كده. بيكمل كلامه بثقه بعد كده وبيقول له ان هو عارف ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذه. الجو كان مليان قلق وقتها والناس مستنيه تشوف بطلنا تشاو الاسطوره هيعمل ايه. تشاو كان واثق من نفسه بشكل كبير جدا وقتها وده خلاه يتعامل مع الموضوع بكل هدوء. الدكتور كان واقف جنبه وقال له ان هو هيبعد عن الموضوع ده ويخلي تشاو هو اللي يتصرف على راحته ويخلي مسؤوليته تماما. تشاو بيشكره على المساعده وبيقول له اركن انت بقى على جنبه، وبدا ان هو يحط الكحول على الجرح. الجندي كان بيتألم جدا وقتها وما كانش مستحمل ابدا، ولكن بعد شويه قدر يفتح مكان السهم وطلعه بالفعل. الجندي ساعتها كان هيموت حرفيا من شده الالم اللي في جسمه وبدا ان هو ينزف بشده. الدكتور وقتها بص لهم وقال لهم ماليش دعوه باللي بيحصل ده، انا خليت مسؤوليتي تماما لان الدم ده مستحيل ان هو يقف كده. بس بطلنا تشاو طمنه في هذه
هذه اللحظه وقال له ان هو عنده علاج ومفيش داعي للخوف. وبدا ساعتها بطلنا تشاو ان هو يصب العلاج على رجل الجندي اللي عماله بتنزف، واذ فجاه كده بدون اي مقدمات الجرح بدا ان هو يتلائم بسرعه. لا وكمان النزيف وقف تماما، وكل الناس اللي كانوا موجودين انبهروا حرفيا من مهارات بطلنا تشاو. وقتها الدكتور اعترف بالفعل ان بطلنا تشاو ده مش مجرد شخص عادي، وان الدواء اللي هو بيستخدمه سحري. بدا يشكروا بطلنا تشاو، وبطلنا تشاو ساعتها كان بيشرح لهم ان اللي حصل ده كله كان بسبب الصدى اللي موجود على السهم، واللي حصل ده كان السبب في موت عدد كبير جدا من الجنود، لان معظمهم بيموتوا بسبب العدوى، والعدوى دي بتحصل نتيجه لعدم تطهير الادوات الجراحيه بشكل صحيح. قرر بطلنا تشاو بعد كده ان هو يدي للدكتور اللي كان واقف بيتفرج عليه زجاجه من الدواء بتاعه، وطلب منه ساعتها يحرص على استخدامها في المستقبل. وبنعرف ان كل الاحداث اللي حصلت دي بتنتقل بالحرف للملك تشين، واللي كان منبهر حرفيا بقدرات بطلنا تشاو العجيبه دي. الملك شاف ان العلاج اللي هو عامله ده قادر يوقف النزيف بسرعه ويخلي فرصه بقاء الجنود على قيد الحياه 60 او 70%. فرصه النجاه بتاعتهم هتكون كبيره حتى لو كان في قطع في الشرايين. الجميع كانوا مندهشين حرفيا من المهارات العاليه لبطلنا تشاو وقدرته على تحسين فرصه النجاه للجنود. الملك وقتها قرر ان هو يستدعي خبير في الادويه مخصوص علشان يقيم علاج بطلنا تشاو ومكوناته. وفعلا الخبير جه وبدا ان هو يفحص العلاج بعنايه، ولكنه وقتها اتصدم وقال له ان هو عمره في حياته ما شاف علاج شبه ده، لان العلاج ده مصنوع من مجموعه متنوعه من الموارد الطبيعيه وكان شكله غريب جدا عليه. وقرر وقتها الخبير ان هو لازم يجرب العلاج ده بنفسه علشان يتاكد من الفاعليه بتاعته. وجاب ارنب وقتها وجرحه في بطنه علشان يشوف اذا كان العلاج ده هيقدر ان هو يوقف النزيف ولا لا. وبدا ساعتها يحط الدواء في مكان النزيف، وفجاه النزيف بالفعل بيقف، وبدا جرح الارنب ان هو يتلائم قدام عين الخبير. اتفاجئ جدا من النتيجه وقتها وما كانش مصدق نفسه، وقال ان الدواء ده اقوى دواء يوقف النزيف هو شافه في حياته كلها. وفي هذه اللحظه الخبير بدا يفكر مع نفسه، بيقول اكيد الشخص اللي عامل العلاج ده هو دكتور عبقري، وطلب من الملك وقتها ان هو لازم يقابل الشخص اللي عامل العلاج ده علشان يعرفه الوصفه، وساعتها يطبقها على الجيش بالكامل، وده يخلي معدل النجاه في الجيش يعلى بشكل كبير جدا. بس المفاجاه للخبير بقى لما الملك قال له ان الشخص اللي عامل العلاج ده هو شخص عادي وهو تشاو. الخبير ساعتها انفجر من الدهشه وساله يا ترى انت تعرف الولد ده منين؟ الملك كان متردد جدا، لكنه في النهايه نفى الكلام وقال له ان هو ما يعرفوش شخصيا، هو سمع عنه بس. الخبير ساعتها بدا يفكر في نفسه، وساعتها تذكر سيده كانت حامل قبل كده وقالت له ان هي لو حامل في ولد هتسميه يانج تشاو على اسم بطلنا بالظبط. الخبير ساعتها بدا يتاثر بشكل واضح وسال نفسه يا ترى دي صدفه ولا هو فعلا. وكان واضح ان الخبير وقتها بيخفي سر كبير وبيفكر في حاجه اكبر من مجرد العلاج، ولكن في النهايه قدم للملك الوصفه الخاصه بالعلاج. بس الموقف لحد دلوقتي كان مليان علامات استفهام واسرار مش واضحه لحد دلوقتي. والملك بعدها قرر ان هو يستدعي تشاو بعد المعركه دي علشان يتعرف عليه شخصيا وعن قدراته كمان. واما على الجانب الاخر عند بطلنا تشاو المعركه كانت بتشتعل تماما، وجيش بطلنا كان بيقصف جنود العدو بكل قوه وبلا رحمه. والعدو وقتها بدا ان هو يتحرك اتجاه السور بتاع المدينه، وكان الوضع هناك بيزداد صعوبه على الجنود اكتر واكتر. الجنود ساعتها راحوا يبلغوا بطلنا تشاو بالموقف ده وقالوا له ان الوضع خطر جدا، وان هم محتاجين لخطه لانقاذ الموقف في اسرع وقت ممكن. تشاو ساعتها رد عليه بكل هدوء وثقه وقال له سيبوا الموضوع ده عليا وانا هتصرف. وواضح جدا ان هو كان واثق من نفسه وعنده خطه جاهزه من زمان، وكل اللي حواليه كانوا مستعدين يشوفوا ازاي هيقلب الموازين في اللحظه الحاسمه دي. وفي هذه الاثناء بيظهر واحد من رجاله المدينه عند الملك، وكان مصاب وقتها بسهم في كتفه وملامحه باين عليها التعب والخوف. بيبلغ الملك ان جيش بطلنا تشين قدر يحتل عاصمته بالكامل كلها، وانهم دلوقتي داخلين عليهم من كل اتجاه ومش عارفين يوقفوهم. الخبر ساعتها نزل على الملك ده كالصاعقه وملامحه اتغيرت تماما. وقتها الخوف سيطر عليه وكان واضح ان هو مش عارف ياخد اي قرار ابدا. رجاله القصر وقتها حاولوا ان هم يهدوه ويطمنوه، ولكن الموقف كان اصعب من ان هو يتحل بالكلام. الولد اللي كان عنده كمل كلامه وقال له ان جيش الملك تشين دلوقتي مستنيينهم يخلوا المدينه بالكامل، والا هيهاجموهم خلال ساعات ويخلصوا عليهم واحد ورا التاني. الملك فضل متوتر وقتها، وفي النهايه قرر ان هو ينسحب من العاصمه باستخدام الممرات السريه، وبدا يدي ساعتها اوامر فوريه لتجهيز خطه كويسه جدا للهروب. وطلب وقتها ان العائله الملكيه تتحرك فورا لانقاذ ما يمكن انقاذه. الموقف كان مليان توتر وقتها، والجميع كانوا حاسين ان المدينه على وشك السقوط التام. واما بقى على الجانب التاني في وسط الاحداث دي جيش المدينه كان بيحاول يقاوم بكل شراسه، ورغم ان الوضع كان صعب جدا عليهم والدنيا كانت بايظه على الاخر، ولكن تشاو كان واقف ثابت في مكانه، وقرر ساعتها ان هو مش هيستسلم ابدا وهيواجه الاعداء مهما كلفه الامر حتى لو هيموت. واحد من الجنود ساعتها طلع يجري
جرى على بطلنا تشاو وقالوا لازم تلحق الموقف ده في اسرع وقت ممكن، ده في نصيبه، احنا لقينا اثر لجنود العدو في مكان معين كده. بطلنا تشاو وقتها كان مستغرب جدا، ولكن رد عليهم بكل هدوء بعد كده وقال لهم ان هو كان متوقع ده من البدايه يعني، وان خطته اصلا كانت مبنيه على اساس ان هم يدوروا في المكان ده بالتحديد اللي هم لقوا فيه الاثار. وبدون اي تردد بطلنا امر الجنود بتاعه يتحركوا فورا للمكان اللي تم اكتشاف الاثار فيه، وكان واضح وقتها ان هم مستعدين لاي حاجه، وخطته ما كانتش مجرد رد فعل كده وخلاص، بل خطه استباقيه لضرب الاعداء قبل ما يتحركوا بخطوه جديده في اي مكان. الجميع كان واثق في قياده بطلنا تشاو، وبداوا ان هم يتحركوا معاه بالفعل، وكانوا مستعدين كويس قوي للمواجهه القويه الحاسمه اللي جايه. بينتقل بينا المشهد مره تانية يا اساطير عند ملك المدينه اللي كان قاعد في القصر بتاعه، والتوتر كان مال الدنيا، وكان قلقان جدا من اللي بيحصل. وفجاه واحد من الجنود بتوعه دخل عليه وقال له ان وزير الخارجيه مستنيه بقاله فتره طويله، وان الوقت بقى ضيق جدا ولازم يروح يقابله دلوقتي حالا. واقترح عليه الجندي ده وقتها ان هو يروح للعربيه اللي اتجهزت علشان يهرب في اسرع وقت ممكن. الملك وقتها بيقول له خطه في منتهى الذكاء، وبدا ان هو يوافق بسرعه، وبدا بعد كده يتحرك بسريه مع الحراس للمكان اللي العربيه مستنياهم فيه، وده طبعا علشان يطلع من المدينه من غير ما اي حد ياخد باله منه ولا يحس بيه ولا يحصل له اي مشكله. وبالفعل اتحرك، واول ما بيوصل عند العربيه فجاه بيلاحظ ان السائق بتاعها مصاب في ايده، مصاب بسهم في ايده، وكان واضح ان السهم جاي من بعيد جدا. السائق بتاعه وقتها بيقول له انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا حاولت ان انا اهرب ولكن العربيه ما ساعدتنيش. واول ما الملك بيبص قدامه بيلاقي بطلنا تشاو واقف بالفعل. الخوف سيطر عليه وقتها تماما، وما كانش عارف يعمل ايه، وملامحه كان باين عليها الرعب والخوف. ساعتها بطلنا تشاو بص له نظره حاده، وبدون اي تردد امر الرجاله بتاعته ان هم يرموا السهام عليهم ويموتوهم. جيش الملك وقتها كان خايف جدا ومرعوب، وبداوا يحذروا ان هم مش مستعدين للمقاومه بشكل كامل. وكان واضح وقتها ان جيش بطلنا قوي جدا وهم خايفين منهم، لان القوه بتاعتهم ما تقارنش ابدا بجيشه. ولكن بدل ما يستسلموا وقرروا ان هم يواجهوهم في هذه اللحظه حتى لو كانت فرصتهم ضعيفه جدا. ايه يعني لما نروح نجرب حظنا واحنا كده كده ميتين؟ هي الحياه بتتعاش مره واحده بس. وجت اللحظة الحاسمة بالفعل، وبدأ فيها الاشتباك القوي جدا. وأول ما المعركة العنيفة دي بتبدأ، أسهم جنود بطلنا تشاو بدأت تخترق دروع وأجسام جنود الملك بكل سهولة. الموقف كان مرعب وقتها، والملك حرفيا كان مصدوم، والجنود بدأت تقع واحد ورا التاني قدامه. ده حتى الناس اللي كانت لسه متبقية على قيد الحياة مش عارفين يعملوا أي حاجة معاهم ولا ينقذوهم. الملك واقف بيراقب اللي بيحصل ده من بعيد، وحرفيا هو كان مرعوب وهيعملها على نفسه، مش عارف ياخد قرار لحد دلوقتي. بينما بطلنا تشاو كان واقف بكل ثقة، وكان عارف ان المعركة محسومة من البداية اصلا. الهجوم بين الجيشين بدأ في هذه اللحظة، والدنيا بتولع حرفيا في ساحة المعركة. تشاو بيكون مركز جدا وقتها، وبيحذر الجنود بتوعه من سلاح الفرسان، لان السلاح ده اقوى واخطر سلاح عند جيش العدو. بيبدأ بطلنا تشاو يواجه الجنود بتاعته، بيخطط لتحركاتهم بعناية، ولكن وفجأة بيتحرك من وسط الجنود بتوعه وبيكون ماشي كمان. واحد من الجنود بيستغرب جدا في هذه اللحظة، وبيسأله وبيقول له هو حضرتك رايح فين؟ المعركة هنا انت سايبنا وماشي؟ تشاو وقتها بيرد عليه بكل ثقة وبيقول له خليك في نفسك يا حبيبي وركز في اللي انت بتعمله، انا رايح دلوقتي حالا اقتل قائد العدو بنفسي علشان اطلق سراح الملك. الكلام ده بيخلي الجنود كلها واقفين مذهولين حرفيا، وبيبان ساعتها قد ايه بطلنا واثق من نفسه ومن قوته كمان، وبيقرر ان هو ياخد المبادرة بنفسه، بالرغم ان هو عارف ان القضاء على قائد العدو ده هيقلب الموازين بتاعة المعركة لصالحهم. وبيشتد الهجوم في هذه اللحظة من جيش العدو على جيش بطلنا تشاو بعد كده بيبدأ ان هو يتقدم واحدة واحدة نحو العربية بتاعة الملك، وساعتها بيقتل كل الجنود اللي كانوا بيحاولوا يعترضوا الطريق بتاعه او يقفوا قدامه. مشهد المعركة بيكون ملحمة حرفيا ومليان صراخات ودماء، ولكن تشاو بيكمل الثبات بتاعه لحد ما بيوصل للملك اللي بيكون واقف يرتعش ومش عارف يعمل ايه. بيصرخ بأعلى صوته قدام بطلنا تشاو وقتها، وبيقول له ارجوك ما تقتلنيش، انا هديك اللي انت عايزه كله، دهب او فلوس او اي حاجة انت عايزها. بس بطلنا تشاو بكل ثقة بيرد عليه في هذه اللحظة وبيقول له المكافأة الوحيدة اللي أنا عايز أحصل عليها هي إن اسمي يتكتب في التاريخ بإن أنا قتلتك. وبدون أي تردد بيقتل الملك وقتها بدم بارد، والدم بينزل على الأرض، والجنود كلها بتهتف باسم بطلنا تشاو، فخورين بالقوة بتاعت قائدهم اللي قدر يخلص على الملك بدون أي تردد ولا خوف. وأما بقى على الجانب التاني بيظهر ملك آخر بيوصل لمكان الملك هان اللي قتله بطلنا تشاو من شوية، وبيكون واضح إن الملك ده جاي يستلم المدينة ويتأكد من مصير هان. بيبدأ يسأل بصوت عالي وقتها فين الملك هان؟
هان، يا ترى هو خرج واستسلم ولا لسه؟ واحد من الجنود وقتها بيرد عليه وهو خايف وبيقول له الملك هان هرب من القصر، وده اللي احنا سمعناه، مش عارفين هو هرب ليه ولا راح فين حتى. وبيجي واحد من الجنود تاني في هذه الاثناء وبيقول احنا دورنا في المدينه كلها ولكن مفيش اي اثر للملك هان، ولا العربيات بتاعته حتى باين لها اي اثر. الوضع غريب لحد دلوقتي، ازاي يعني اختفوا بالسرعه دي؟ الملك الجديد بيبدأ ان هو يبص حواليه في هذه الاثناء وبيبدأ ان هو يشك في حاجة كبيرة حصلت، ولكن هو مش قادر يحدد ايه تفاصيلها بالظبط. والملك ده كان بيفكر وقتها في هدم المدينة كوسيلة لاثبات قوته، ولكن التابع بتاعه شاف ان الخطوة دي مش هتضيف اي حاجة جديدة، خصوصا بعد هروب الملك هان. بنشوف على الجانب الاخر بطلنا تشاو لما ظهر في القاعة وكان معاه شوية جنود، وقدم وقتها تقرير عن اكتشاف لمحاولة هروب الملك هان، وعرض وقتها جثة الملك هان والجنرال بتاعه قدام الجميع كرمز الانتصار الصين على كوريا. تابع الملك هان اول لما شاف الجثه بتاعته بدأ يعبر عن احساسه بانتهاء امل البلاد تماما. الوضع ساعتها كان بيظهر تفوق جيش بطلنا تشاو وقد ايه هو قوي، مش شخص سهل خالص، مع رساله واضحه للجميع ان اي حد هيهدد الصين هيتم القضاء عليه بدون اي تهاون. الجنرال لجيش الصين وقتها كان فخور جدا ببطلنا تشاو اللي هو عامله ومش مصدق عينيه لحد دلوقتي، لان القضاء على الملك هان كان انجاز كبير جدا، مش مجرد نصر عادي كده وخلاص. القائد اللي كان موجود مع الجنرال قرب من تشاو وقتها وقال له ان هو سمع عنه كتير وعن انجازاته كمان، وكان واضح ان هو فخور جدا بيه وقتها، واكد له ان هو هيديله مكافأة كبيرة جدا هو يستحقها عن جدارة. وبعد كده القائد خرج بحماس قدام الجنود كلها واعلن عن انتصارات بطلنا تشاو اللي حققها، وقال وقتها ان مفيش اي حاجة دلوقتي تمنعهم من دخول المدينة بسهولة. الجنود ساعتها كانوا بيهتفوا باسم دولتهم بكل فخر، وكأن روحهم المعنوية ارتفعت للسماء. ولما جه الليل تشاو كان قاعد لوحده في الأوضة وظهر نظام النافذة قدامه فجأة. النظام بلغه وقتها ان هو حصل على 500 نقطة مقابل قتل الملك هان، وكمان وقتها عطوله طريقة قتل عالية الجودة. الخبر ده خلاه يتحمس جدا وكان فرحان وقرر ان هو يجرب الطريقة الجديدة دي، ولكن المفاجأة بقى بالنسبة له النظام عرفه وقتها ان مستواه اقل من ان هو يستخدم التقنية دي. تشاو حس بخيبة امل من البداية، ولكن ده ما خلوش ان هو يستسلم، بالعكس ده شجع نفسه اكتر ان هو يركز على حلمه. بالفعل قرر ان هو يتدرب تدريب مكثف ساعتها، ووقته كله بقى مكرس علشان يرفع مستواه، وكان هدفه واضح وقتها ان هو يوصل للقوة اللي تخليه يقدر يستخدم التقنية دي ويحقق اكبر تقدم في حياته. وبعد ما تشاو خلص التدريب العنيف بتاعه ده كان حاسس ان هو اقوى بكتير دلوقتي، وان هو يقدر يواجه اي خطر بسهولة. المكافآت اللي حصل عليها من النظام كانت ضخمة جدا، وده خلاه ساعتها ان هو يقتنع اكتر واكتر ان هو على الطريق الصح، وبدأ يفكر في الخطوة الجاية، وقال لنفسه ان هو يستنى المكافآت بتاعة الملك تشين، وادى لنفسه امل ساعتها ان الايام اللي جايه كلها تكون مليانه فرص كبيره. وفي وسط التفكير بتاعه الكتير ده لقى نفسه بيفكر في حبيبته فجاه، ما كانش عارف عنها اي حاجه وقتها ولا اي اخبار حتى، وده خلاه ان هو يحس بالقلق شويه لما جه الليل نام وحلم بيها كمان، وشافها ساعتها في الحلم وهي حامل بطفلهم، وكانت فرحانه جدا ان هم اجتمعوا من تاني. الحلم كان اشبه بالحقيقه جدا لدرجه ان هو حس ان هو عايش اللحظه بالفعل، وكان نفسه ان اللحظه دي تستمر للابد ويفضل معاها في حضنها. ولكن فجأة كل حاجة اتغيرت ساعتها لما حس بخطر قريب منه، وكان عنده احساس ان في حد بيقرب منه وفي جنود على وشك ان هم يهاجموه. تشاو صحي وقتها على طول، وكانت حواسه كأنها مستعدة ان هي تواجه اي حاجة. كان عارف وقتها كمان ان التهديدات بتاعة المعسكر اللي حواليه مش هتخلص ابدا على مدار الايام، وانه لازم يكون دايما في حالة تأهب. تشاو بيصحى من النوم مرعوب وقتها بسبب الحلم اللي شافه واللي كان فيه الجنود اخدوا حبيبته منه، وبيحس وقتها ان ده تحذير ليه، والحلم خلاه يدرك ان القوة بتاعته لوحدها مش كفاية لحمايتها، وان هو كان محتاج يركز اكتر على انه يكون اقوى استراتيجيا كمان. على الجانب التاني الملك بيوصل له اخبار عن اللي بطلنا تشاو عامله، وقد ايه قوته كانت جبارة جدا ومبهرة في القضاء على الملك هان. الملك وقتها ما بيكونش مصدق نفسه ومستغرب جدا من قوة بطلنا تشاو الكبيرة دي، وقال لنفسها وقتها ان المماليك السبعة استمروا مئات السنين من غير اي تغيير خالص، بس تشاو المبتدئ ده شكله جاي هيغير كل الموازين دي تماما. الملك وقتها بيحاول ان هو يستغل قدرات بطلنا تشاو وقوته، وبيحدد المدينة اللي هتبقى هدفهم اللي جاي، وساعتها بيصدر امر بتعيين بطلنا تشاو جنرال على حدود البلاد علشان يحميها من اي تهديد خارجي، وكمان بيكلفه بالتصرف مع الجيش الكوري. كان بيفكر كده وقتها علشان عايز يسيطر على الوضع كامل وعلى المنطقة. تشاو ساعتها بيلاقي نفسه في موقف مسؤولية اكبر من اللي كان متخيله، وبيبدأ يخطط للخطوة الجاية بحذر شديد جدا علشان يحافظ على توازن القوة
بقوة ويحقق الهدف بتاعه بسهولة. الجنود كانوا ملاحظين قد ايه الملك بيحب بطلنا تشاو وبيقدره جدا، وكانوا شايفين هما كمان ان هو يستحق كل التقدير ده بسبب انجازاته الكبيرة، والسبب ده خلاهم ان هما يحترموه اكتر واكتر وقتها. وفي نفس الوقت ده احد القادة بنشوفه لما كان بيطلب من الملك ان هو يتكلم معاه على جنب، وفعلا الملك بيبدأ ان هو يسمع منه، وساعتها القائد بيبلغه ان اغلب الرجالة بتاعت الملك هان ماتوا في المعركة، وبيبدأ ساعتها يكلمه عن جواز شخصين معينين واضح ان الملك يعرفهم كويس. الملك رغم ان هو بيفكر في الموضوع ولكن بيقول للقائد ان الجواز ما ينفعش نفرضه على اي حد خالص، وبيظهر لنا ان هو كان بيحترم حرية الاختيار كويس قوي. وبعد كده على الجانب التاني واحد بيروح من المسؤولين يبلغ تشاو بمكافآته بالكامل، واللي كانت بتشمل ترقية لمستوى اعلى في الجيش، وبجانب موارد وادوات نادرة جدا. بيكون بطلنا تشاو وقتها في قمة سعادته وحاسس ان المكافآت دي خطوة كبيرة ناحية تحقيق حلمه في توحيد الممالك السبعة. تشاو ما كانش متوقع لحد هذه اللحظة ان المكافآت تكون كبيرة بالشكل ده، وده بيزود عنده الحماس والمسؤولية وقتها، لان المهمة الجديدة اللي هو موكل بيها كبيرة جدا، ولكنه بيحاول ان هو يركز على التخطيط بشكل اكبر علشان يقدر يحافظ على كل الانجازات اللي هو حققها لحد دلوقتي. وبعدها الجنود بيكملوا كلام وبيعرضوا على بطلنا تشاو الخطة الجاية لجيشهم، واللي بتشمل كيفية السيطرة على باقي المدن وتأمين الحدود. وتشاو ساعتها بيبدأ ياخد منصبه الجديد كجنرال بكل جدية، وبيتم استدعاء كل الجنود اللي تحت قيادته في مشهد مهيب جدا. بيقف الجنود بعد كده قدامه بيقسموا على الولاء ليه وبيعلنوا استعدادهم لتنفيذ اوامره بدون اي تردد. تشاو وقتها بيلاقي نفسه مسؤول عن 1000 جندي كاملين، ودي بتكون مسؤولية كبيرة وضخمة، خاصة ان هو لسه صغير مقارنة بالمناصب الكبيرة اللي حصل عليها. وجوده في المكان ده بيخلي كل منبهر جدا بقوته، مش بس بالقتال لكنه كمان في القيادة بتاعته كان حكيم جدا واتخاذ القرارات الحاسمة. في نفس اللحظة بقى بطلنا تشاو بيكون حاسس بثقة للمسؤولية، لكنه بيقرر ان هو يستغل كل لحظة علشان يثبت ان هو يستحق الثقة دي. بيبدأ ساعتها يخطط لتحركات الجيش بتاعه، بيركز على تدريب الجنود علشان يكونوا مستعدين لأي مواجهة ممكنة، وده بيعزز ساعتها من احترامهم ليه اكتر واكتر، وبيكونوا فرحانين كمان. تشاو بعد كده بيروح للجنود اللي كانوا تابعين للملك هان، وساعتها بيجمعهم في ساحة كبيرة. بنشوفه ساعتها لما بيتكلم معاهم وبيطلب منهم ان هم يعلنوا ولائهم ليه وللمملكة الجديدة اللي هو بيمثلها. الجنود ساعتها كانوا مترددين جدا ومش عايزين يعملوا كده لان كانوا بيحبوا الملك هان، ولكن برغم ترددهم الشديد ده في الاول والاخر بيقسموا ليه بالولاء. تشاو ساعتها كان موافق على ولائهم ده، ولكن كان عنده قلق كبير جدا تجاههم، وكان شايف ساعتها ان الولاء بتاعهم ده ممكن يكون مجرد تمثيل لانهم ما بيحبوش الجيش بتاعه وكانوا بيقاتلوا لسه قدامه من فترة قصيرة، وكان متوقع اي غدر منهم في اي لحظة ومستني ان هم يطعنوه في ظهره كمان. وكان خايف وقتها ان هم كمان يستغلوا اي فرصة للتمرد علشان يتعاونوا مع اعداء المملكة في الخفاء، وعلشان كده قرر وقتها ان هو مش هيسيبهم لوحدهم ولازم ان هو يراقبهم عن قرب. وبالفعل وقتها بدأ يعين بعض الرجالة اللي هو بيحبهم وموثوق بيهم وسطهم علشان ساعتها يراقبهم كويس او يقدر يعرف حركاتهم واي خطط ممكن يعملوها. وفي نفس الوقت بدأ ان هو يعزز انتمائهم للجيش بتاعه عن طريق منحهم بعض المميزات البسيطة، والمميزات دي كانت عبارة عن امدادات افضل وحصص تدريبية متقدمة. كان بيلعب وقتها وبيسعى ان هو يحسسهم ان هم جزء من الجيش بتاعه فعلا، مش مجرد اسرى حرب وخلاص. وفي وسط الاحداث الكتيرة اللي بتحصل دي، اتنين من الجنود واقفين مع بعض على جنب، واحد فيهم بيتكلم وبيقول انا مستعد اعمل اي حاجة علشان خاطر تشاو، لان انا شايف ان هو راجل يستحق التضحية، خصوصا بعد الحاجات الكتير اللي هو عاملها معانا، وده يعتبر رد الجميل ليه. واما بقى على الجانب التاني، وفي هذه اللحظة بنشوف النظام لما بيظهر قدام بطلنا تشاو مرة تانية، بس المرة دي كان مختلف تماما عن اي مرة. كان بيبلغه بترقيات جديدة اللي حصل عليها بسبب انجازاته الاخيرة، ووقتها النظام كمان عرض عليه ان هو يتعلم مهارة جديدة تساعده في القتالات اللي جاية. تشاو وقتها ما ترددش اللحظة واحدة ووافق على العرض على طول، وبدأ ان هو يتعلم تقنيات جديدة ومهارات متقدمة، وكل تدريب كان بيزود قوته بشكل ملحوظ. الحركات اللي كان بيعملها من النظام كانت بتديله مميزات كبيرة جدا ومخليه مستعد وجاهز لأي مواجهة في المستقبل. وبعد ما تشاو خلص تدريبه وبدأ يحس بالقوة الجديدة اللي اكتسبها اتجمع مع كل الجنود بعدها، الجنرال ساعتها بدأ ان هو يتكلم بصوت حماسي واضح وقال ان هم كلهم من اللحظة دي هيكونوا تحت قيادة بطلنا تشاو. طبعا اول ما تشاو سمع الكلام ده بدأ يحس بمسؤولية ضخمة وقتها، لانه عارف ومتأكد ان قيادة جيش هان مش مجرد منصب وخلاص، لان يعتبر امانة كبيرة جدا ولازم يكون قدها. وقرر ساعتها ان هو مش بس هيقود الجيش، لا ده هيطور من نفسه وهيطور من كل الجنود اللي موجودين معاه علشان يقدر يواجه اي تحديات جاية. الجنرال بعدها بدأ يشرح للجنود القواعد والتكتيكات بشكل اعمق، وازاي
ويقدروا يشتغلوا كفريق واحد مع بعضهم. ومع مرور الوقت بيوصل عدد الجيش بتاعهم لرقم مهول وهو 50,000 جندي، والرقم ده وقتها كان انجاز كبير جدا بيوضح قد ايه القوة اللي هم بنوها في وقت قصير قوي. كل جندي في الجيش كان مستعد ان هو يبذل حياته كلها علشان يثبت ولاءه ويحقق النصر. اما بقى عن بطلنا تشاو فكانت عينه دايما على الهدف الكبير، لانه عارف ان الخطوة دي هي بداية حياة اعظم. بنشوف بطلنا تشاو لما كان واقف مع 2 من الجنود، وكان واضح من كلامه ان هو بيكلفهم بمهمة خاصة. بص لهم بكل جدية وقتها وقال لهم ان دورهم دلوقتي هو قيادة الجيش للسكنات. وبعد ما الجنود اتحركوا النظام بدأ يظهر قدام بطلنا تشاو مرة تانية. بص لنفسه وقتها وهو بيتمتم وبيقول اليوم ده هو اللي اتجمع فيه الاعداء، وكان عارف كويس او متأكد ان المواجهة الجاية هتحتاج منه ان هو يكون اقوى من اي وقت فات ومر عليه. قرر تشاو بعد كده يعزز قوته القتالية بشكل كبير، وبدأ ان هو يتعلم تقنية جديدة، والتقنية دي وقتها بنعرف ان هو سماها تقنية معلم النمر والذئب. تقنية جبارة بمعنى الكلمة، قوتها كافية ان هي تقلب العالم كله. ومع بداية الاندماج هالة كبيرة مليانة طاقة وقتها بدأت تظهر حوالين بطلنا تشاو. الارض كانت بتهتز من تحت رجله، وطاقته القتالية كانت بتتضاعف بشكل مهول، لدرجة ان اي حد كان موجود في المكان كان بيقدر يحس بيها حتى لو واقف بعيد. دلوقتي تشاو ما بقاش مجرد قائد وخلاص، ده بقى قوة استثنائية مستعدة ان هي تواجه اي حد يقف في طريقه. تشاو بعدها اتجه لمكان السجون، وكان واضح ان هو عنده هدف محدد. الجندي اللي كان واقف هناك وقتها استغرب من وجود بطلنا في المكان، وكان واقف مكانه والتزم حدوده. تشاو وقتها بدأ ان هو يستفسر عن الاشخاص اللي محبوسين، وقال له يا ترى كل الناس اللي احنا مش عايزينهم في الدولة موجودين هنا؟ الجندي ساعتها رد عليه بكل احترام واكد له صحة المعلومة دي، واستمر في المراقبة بتاعته. ولكن وفي هذه اللحظة صوت ضعيف طلع من داخل الزنازين. احد المساجين كان بيستنجد ساعتها، وصوته كان مليان رجاء وألم، وبيطلب من اي حد ان هو يساعده. شكله كان واضح ان هو اتعرض لتعذيب شديد وقتها، وكان بيظهر استعداده للقيام باي شيء مقابل ان هو يخرج من هنا. الصوت اليائس اللي طلع من السجن ده شجع باقي المساجين وقتها، اللي بدأوا يرفعوا اصواتهم هم كمان علشان ينقذهم حد. اصوات متداخلة مليانة ضعف كانت بتتردد في المكان كله، كلها بتطلب فرصة اخيرة للنجاة. بطلنا تشاو كان واقف في وسط اصوات المساجين المرعبة دي ومش فاهم اي حاجة ساعتها. المكان كان بيحمل كل انواع اليأس والألم، ولكنه بالنسبة لبطلنا تشاو كان مجرد خطوة جديدة لخطة كبيرة. ووسط صرخات السجناء دي واحد منهم بص لبطلنا تشاو بسرعة وقال له ان هو يعرف سر كبير عن الملك هان، ومستعد دلوقتي حالا ان هو يحكي له كل حاجة عنه. صوته وقتها كان مليان ضعف وخوف، ولكنه كان مليان رغبة في الخروج. وباقي المساجين بدأوا ان هم يتشجعوا واحد ورا التاني، يأكدوا ان هم ممكن يقولوا له كل اللي يعرفوه عنه، هيعرفوه كل كبيرة وصغيرة حتى لو هيخونوا المملكة بتاعتهم. الجندي اللي كان بيحرس السجن وقتها اعصابه اتشدت اول ما سمع الكلام ده، وامرهم ان هم يسكتوا فورا والا هيموتهم. صوته كان حاد وكأنه كان بيحذرهم ان الكلام اكتر من كده هيكون عقاب شديد جدا. ولكن السجناء رغم الخوف بتاعهم فضلوا يبصوا لبطلنا تشاو وكأنهم بيستنجدوا بيه. تشاو ما بين نظراتهم المكان اللي مليان يأس وقتها قال جملة واحدة بهدوء: انتوا بقالكوا كذا يوم مرميين هنا، والمملكة ولا الملوك بتوعكم فكروا ان هم يسألوا فيكوا حتى ولا يساعدوكوا. وبعدها سألهم وقال لهم يا ترى انا عايز افهم بس ايه اللي انتوا هتكسبوه لما داكين يجي لكم لحد هنا؟ السجين اللي كان قاعد في الزاوية ساعتها في الظلام ابتسم بسخرية وقال كلامك كله صح دلوقتي على فكرة، لان في الوقت الحالي الملك هان ما عندوش ولا وزير ولا بلد، والولاء ليه ملوش اي 60 معنى. السجين بعدها كمل كلامه بطريقة غامضة وهو بيقول انه قريب جدا الامم كلها هتتدمر، وهيتم بعدها القبض على حكام العالم واحد ورا التاني. الكلمات دي كانت المفتاح اللي بطلنا تشاو بيدور عليه وكان مستنيه، وكان من جواه حاسس بفرحة كبيرة لانه اخيرا لقى اللي هو بيدور عليه. وقرب وقتها من السجين ده بهدوء وكان مركز جدا عليه وعمال بيبص في ملامحه كويس قوي. وبدأ ساعتها يلاحظ ان الشخص ده مش زي باقي السجناء اللي موجودين هنا واللي طمعانين في الحياة وخايفين من الموت وخلاص. وكان باين في عينين السجين ده نظرة تحدي وذكاء، وبنعرف ان السجين ده كان اسمه فيه وشخصيته مش عادية ابدا. تشاو عرف ان هو مش مجرد سجين بسيط، ده الشخص الوحيد اللي يقدر ينفذ ليه بمواهبه المميزة. وفي هذه الاثناء تشاو قرر ان هو مش هيضيع الفرصة دي من ايده، وان هو لازم يستخدم فيه لمصلحته. وكان متأكد وقتها ان الراجل ده ممكن يقلب كل الموازين لصالحه لو لعب اللعبة صح. قرب منه اكتر وقتها وطلب ان هو يتكلم معاه بشكل شخصي. في البداية كان متردد، لكنه كان عارف كويس قوي مين هو تشاو، سمع عنه كتير، ومع ذلك مش فاهم لحد دلوقتي هو عايز منه ايه. في وقتها بص له نظرة يأس وقال له مفيش داعي للكلام، البلاد دلوقتي مكسورة ومتدمرة تماما، والاسر المالكة ماتت كلها، انا خلاص دلوقتي اللي انا عايزه هو الموت وخلاص. ولكن بطلنا تشاو قرر ان هو مش هيستسلم بسهولة، وبدأ يقنعه بكلماته القوية، وكان بيفهمه ساعتها ان الولاء اللي هو متمسك بيه ده مش هيفيده في اي حاجة ابدا، ومالوش اي 60
60 لازمه. وبيعرفوا كمان وقتها ان التمسك بالماضي هيمنعه ان هو يستغل اي فرصه علشان يغير كل شيء، لازم يشغل دماغه شويه دلوقتي علشان يقدر ينقذ نفسه من الموقف اللي هو فيه. في وقتها ما كانش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل ولا بتتقال دي، ولكنه بص لبطلنا تشاو بنظره مليانه تحدي وثقه واتكلم وقال: انا عارف ومتاكد ان سيطره تشين على العالم مجرد مساله وقت وخلاص، وانا علشان كده متمسك بولائه ومش عايز اغير مبادئي ولا اخلاقي. ولكن اللي مش هتفهمه ان لو ملت الصين عمرهم في حياتهم ما يتحدوا مره تانية. تشاو ساعتها كان مصدوم جدا من كلام الراجل ده ومش فاهم اي حاجه منه، ولكن كان واضح ان الكلام ده مش مجرد تهديد لبطلنا تشاو خلاص، ده رساله واضحه جدا ليه. والرساله دي وكانها كانت بتبلغه ان هو ما يبيعش ولائه بسهوله ابدا مهما حصل. ولكن ومع ذلك في كان جواه شعور بالندم والذنب كان بيحركه. فضل ساكت شويه كده ومصدوم وزعلان على حاله، ولكن قرر ان هو يكمل كلامه. وساعتها اتكلم وقال: انا مش هسمح ابدا طول ما انا عايش ان المعلومات اللي انا بمتلكها تستخدم بشكل غلط، وانا مش عايز منك اي حاجه ولا من اي حد، لكن كل اللي انا بطلبه دلوقتي منك هو حاجه واحده وبس. طالب منك يا باشا ان انت تقبل ولائي ليك، ولو عملت كده صدقني هنقدر ان احنا نغير كل حاجه بسهوله. اتشو وقتها ما كانش مصدق نفسه وطار من الفرحه طبعا، لان اللي هو بيخطط له بدا ان هو يحصل، وكان عارف ان الكلام ده مجرد صفقه مضمونه جدا ليه. ولكنه وقتها قرر ان هو يشغل دماغه ويلعبها صح وبحكمه علشان يقدر يكسب الشخص ده لصالحه ويعمل اللي هو عايزه كله بسهوله. في كان مش قادر يفهم لحد دلوقتي غرض تشاو من رغبته في التحالف معاه. في دماغه كانت بتدور افكار مختلفه وقتها، وساعتها اتكلم مع نفسه وكان بيقول: يا ترى ايه اللي هو بيفكر فيه وعايز يتحالف معايا انا بالذات ليه؟ الراجل ده مش سهل ابدا، وانا عارفه كويس قوي الناس كلها بتحلف بذكائه وقوته، وممكن هو عايز يعمل كل ده علشان يستولى في الاخر على العرش لوحده. ولكن ساعتها بيبدا ان هو يستهزأ بيه وبيقول له ان منصب الملك اللي هو بيفكر فيه مش مجرد اي حاجه كده وخلاص ولا سهل، ولازم تكون احلامه على قد وسيبه من العبط اللي هو بيفكر فيه. تشاو كان متضايق منه جدا وقتها وعلى اخره حرفيا، لدرجه ان هو كان عايز يقتله. وبنشوف بعد كده تشاو والسجين هان لما كان واقف قدام بطلنا وقدر ان هو يشيل حركته باستخدام قوته. هان ساعتها بيكون مستغرب من اللي حصل وبيسال تشاو على اللي هو عامله ازاي قدر يعمل كده، فبيعترف تشاو ان دي بتكون قوه الفنون القتاليه وان هو سيد الفنون المتعاليه. وبيعرف هان كمان وقتها ان قهر العدو بيكون مجرد خدعه صغيره، وان الخلود مؤكد بعد الزراعه لعالم التحول. وساعتها بيسال هان لو مفكر ان تشاو ما عندوش قوه زي دي، ولو مش مصدق ان بطلنا تشاو يقدر ينط فوق السلطه الملكيه. ولكن وفجاه واثناء ما كانوا واقفين بيتكلموا بيضرب هان بصوابعه وبيرفع السيف بتاعه ساعتها وبيساله لو عايز ان هو يخدمه، بعد ما عرف ان تشاو يقدر يشوف لمحه من العالم بعد 1000 سنه. هان بيتحرج وقتها من اللي حصل له وما بيكونش عارف يعمل ايه، ولكن فجاه بطلنا تشاو من غير ما يفكر بيدمر الزنزانه اللي هو موجود فيها. وبيبتسم ساعتها للسجين وبيقول له: عايزك تثق فيا لان مفيش حد هنا هيعاملك زي ما انا بعاملك كده. بيقتنع هان وقتها بكلام بطلنا تشاو، ولكن بيعرفه بس ان هو محتاجه يرد على السؤال بتاعه الاول علشان ياخد ولاءه، لانه كده هيضر الملك تشين بالرغم ان هو كان كويس جدا معاه. فبيعرفه تشاو ان هو طول ما الملك مش هيضره ولا هيعمل له اي حاجه فهو هيكون كويس معاه، بس ده طبعا في الاول والاخر بينطبق على الملك تشين، لان في المستقبل طبعا ابنه الغبي الضعيف ده اكيد هيورثه، وانا مش ضامن ايه اللي هيحصل بعدها. فبيقدم وقتها هان ولاءه لبطلنا تشاو بعد اجاباته الكويسه عليه، وبيقرر ان هو يخدمه. ولكنه بيكون متفاجئ ان بطلنا تشاو قدر يشوف الحاجات بوضوح وان هو مش هيخسر ولاءه مع القوه بتاعته. بطلنا تشاو كمان بيكون مبسوط جدا بالقرار اللي اخده هان ده، وبيقول له: اخيرا يا راجل، ده انا بقالي كتير جدا بحاول ان انا اقنعك، ده انت تعبتني معاك. بننتقل بعد كده عند بطلنا تشاو بعد ما خلص الموضوع بتاعه وطلع من المكان ده، بس وقتها بيكون بذل مجهود كبير جدا وبيكون باين عليه ان هو تعبان. بس واثناء ما كان ماشي في الطريق بيفتح النظام بتاعه علشان يشوف ولاء هان، وبالفعل اول ما بيظهر قدامه ولاء هان بيتفاجئ ان هو عالي بالشكل ده. واثناء ما كان سرحان وبيتكلم مع نفسه بينادى على الحارس وبيعرفه ان في واحد بره البيت مستنيه من زمان وعايز يشوفه. بطلنا بيساله ساعتها: يا ترى مين اللي واقف بره وعايز يشوفني؟ ولكن الحارس بيعرفه ان هو مرضاش يقول له عن اسمه ابدا، بس هو قال له ان هو لازم يشوفه في اسرع وقت ممكن، وقتها يكشف له عن سر خطير اول ما يقابله. ساعتها بطلنا تشاو بيفكر بينه وبين نفسه بيقول: اكيد فينج هو اللي بيحكم شؤون الحكومه، بس وقتها بيكون حاسس ان في حاجه غلط ومش قادر يفهم الموضوع كويس، فبيقرر ان هو يروح علشان يشوف بنفسه. فبيطلع ساعتها يشوف مين الراجل اللي جاله بره، واول ما بيوصل عنده بيعرفه بنفسه وبيكون اسمه. بيتكلم باسلوب وحش وقتها بيعرف بطلنا ان هو جاي بامر من اللورد. بطلنا تشاو ساعتها بيتضايق بسبب اسلوبه، بيقول له: انت بتتكلم معايا كده ليه؟ ما تحترم نفسك. واول ما بيشوف الوضع قلب عليه بيعتذر منه بسرعه علشان ما يكونش فيه خطر. وبيتكلم مع تشاو بعد كده بيعرفه ان هو جاي بامر من اللورد تيان، وان هي مساله تخص البلاد وملهاش علاقه ابدا بالوانج اللي
هو بيكرهها بطلنا تشاو اصلا. فبيعرف بطلنا تشاو بعد كده بالمشكله وبيشرح له الموقف كويس، ولكن اول ما بيقول الكلام ده لبطلنا تشاو بيضحك وقتها لانه بيعرف ان ليه عايز يستخدمه علشان يتخلص من هان، وبيقرر ان هو يفاجئ وفي هذه اللحظه لما بيعرفه ان هان خلاص بقى مخصص عنده وبقى تابع ليه، وعلشان كده مش هيقدر يعمل الكلام اللي هم بيقولوه ولا ينفذه. وفي نفس الوقت تشاو بيقول للوهو ان هو مش هيقدر يقول حاجه ابدا لليه، لانه ساعتها امر الحراس بتوعه ان هم ياخدوه ويرموه بره المدينه ويخلصوا عليه. الجند وقتها بيجي يمسكه من قفاه وبيفضل يسحبه علشان يرميه بره، وبيكون خايف جدا وبيفضل يصرخ وبيحذر بطلنا تشاو ان هو اللي هيعمله ده هيوديه في 60 داهيه لو قتله. بس الحارس ما بيكونش مهتم لكلامه وقتها، وبيخبطه خبطه قويه جدا في هذه الاثناء بيخليه يفقد الوعي وبيجرجره لبره. وبيفكر بطلنا تشاو بعد كده مع نفسه وبيقول ما كنتش عايز ابقى عدو ليه، ولكن دلوقتي هم موجود معايا فهيقاتل جنبه وهيقدر يحميني كمان. بننتقل بعد كده عند مجموعه من الجنود اللي كانوا موجودين في المدينه واللي كانوا وقتها بيجمعوا كرويين، وبنعرف ان هم كانوا بيجمعوا سكان القريه علشان يعرفوهم الناس اللي ماتت. وبالفعل اول ما بيجمعهم بيبدا يعرفهم الناس اللي ماتت في الحرب بعدها، واهالي القتلى ساعتها كان بينزل عليهم الاخبار دي زي السم وكانوا بيعيطوا مقهورين حرفيا. ووقتها اثناء ما كانوا بيعملوا كده بتوصل زوجة بطلنا تشاو في هذه الاثناء وسط الكرويين، بتكون تعبانه جدا ساعتها ولكنها بتكون قلقانه على بطلنا خايفه عليه وعايزه تعرف اي حاجه عنه. بتكون عماله بتسمع اسماء الناس القتلى وبتكون حاطه ايدها على قلبها علشان خايفه تسمع اسم بطلنا فيهم. بس اول ما بيخلصوا الاسماء دي كلها ما بيكونش اسم بطلنا تشاو موجود فيها، فمراته بتكون فرحانه وقتها. الجنود ساعتها بتسكت الناس وبيقولوا لهم ان احنا هنقرا دلوقتي قائمه العناوين، وبالفعل بينادوا القائمتين اللي موجودين معاهم، ولكن مرات بطلنا بتتصدم ساعتها لانهم ما نادوش اسم بطلنا في القائمتين حتى. البنت وقتها بتكون هتتجنن حرفيا وبتجري عن الجنود وبتسالهم يا ترى لو في اي اخبار عن زوجها تشاو. الجند اول ما بيعرف ان هي مراته حرفيا بيكون متفاجئ وقتها، لان حسب اللي هم كانوا يعرفوه قبل كده ان ما كانش في حد في بيت بطلنا تشاو لما كان هينضم للجيش. الجند اول ما بيسال البنت بتعيط وقتها وما بتكونش عارفه ترد عليه ولا تقول له ايه، ولكن واحد من الكرويين بيتدخل في هذه اللحظه وبيعرفه ان هي حامل منه بالفعل. وبالرغم من اللي حصل بينهم ده وهم لسه لحد دلوقتي ما اتجوزوش رسمي، بس لما انضم تشاو للجيش عرفها ان هو في المستقبل هيجي يتجوزها ووعدها كمان قبل ما يمشي. وعايز اقول لك ان انت لو مش مصدقني دلوقتي كل الناس اللي موجوده في القريه هنا كانوا شاهدين على الحادثه اللي حصلت دي. الجندي بيكون مستغرب جدا من كلام الناس دي ومش فاهم اي حاجه، ولكن وقتها بينزل من على الحصان بتاعه بيخلي الجنود كلها تقدم احترامها لزوجة بطلنا تشاو، لانها يعتبر حامل دلوقتي في الامير الصغير ابن بطلنا تشاو الاسطوره. البنت وقتها ما بتكونش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل دي وبتكون فاكراهم ان هم مجانين اصلا، وبتقلق ساعتها اكتر واكتر لانها بتكون حاسه ان حصل حاجه لبطلنا تشاو علشان كده هم بيتعاطفوا معاها. ولكن الجنود ساعتها بيطمنوها بيقولوا لها مش عايزينك تقلقي ابدا، عايزين نقول لك ان تشاو بقى الجنرال، ومش بس كده انا مسؤول عن الجنرالات اللي بتقود الجيش من 100,000 شخص علشان يدافعوا عن الحدود. البنت بتكون متفاجئه وقتها ومش قادره تصدق الكلام اللي هما بيقولوه، ولكن بتفرح بعدها والكرويين كلهم بيكونوا فرحانين كمان، فرحانين ومبسوطين من المنصب اللي حصل عليه بطلنا تشاو لانه ابن حلال ويستاهل. وقتها بيعرفوا البنت ان هما لازم يمشوا دلوقتي حالا، ولكن بيطمنوها ان هي تهدى مش لازم تقلق ابدا لان بطلنا تشاو كويس. البنت من كتر ما هي فرحانه ان بطلنا حصل على منصب كويس والدنيا تمام معاه بتعيط وقتها. بس وفجاه واثناء ما كانت واقفه بتكون حاسه بوجع شديد جدا في بطنها، ووقتها بتقع على الارض من شده الالم، وبتصرخ في هذه الاثناء بعلى صوتها وبتعرف الناس كلها ان هم لازم ياخدوها للمستشفى لانها شكلها هتولد. بننتقل بعد كده للجندي اللي كان بيسلم الرساله للكرويين وقابل وقتها زوجة بطلنا تشاو، وساعتها كان بيجري باقصى ما عنده راح للجنرال بتاعه اللي اسمه شانج بسرعه علشان يعرفه اللي حصل مع مرات بطلنا. القائد بتاعه اول ما بيسمع الكلمتين دول وبيعرف ان بطلنا تشاو عنده زوجه بيكون متفاجئ جدا ساعتها ومش مصدقه، بس الجندي بيعرفه ان هو قبل ما يمشي ويسيبهم المفروض ان هي كانت بتولد خلاص. فالجنرال بيطلب من الملك وقتها ان هو يبعت الحراس والخادمات بتوع القريه علشان ياخدوا بالهم منها. وفعلا بعد كده بنشوفهم اول ما وصلوا القريه والناس وقتها بتستقبلهم وبترحب بيهم، وساعتها الملك بيسال الكرويين عن حالها ويا ترى هي عملت ايه. الناس فعلا وقتها بيطمنوا وبيقولوا له مش عايزينك تقلق ابدا لانها هي كويسه وولدت طفلين توأم كمان. وقتها الملك شانج بيضحك وبيكون مبسوط جدا وبيشكرهم على رعايتهم ليها، ولكن وقتها في نفس اللحظه بيبص على ابنه مينج الفاشل اللي بيكون واقف جنبه بقرف، وهو بيفكر ان تشاو محظوظ مش زي ابنه الفاشل وبيزعق له ساعتها بيقول له اتعلم من تشاو اللي بقى جنرال في الجيش وحاليا دلوقتي ربنا رزقه باتنين توأم، اما انت لسه زي الفاشل ما عملتش اي مصلحه ولا انجاز في حياتك لحد هذه اللحظه. الولد ساعتها ما بيردش عليه وبيتجاهل كلامه لدرجه ان الملك بيتعصب وبيقول له انت هتبقى جد امتى وهتسمع الكلام. مينج وقتها بيتضايق وبيكون على اخره من بطلنا تشاو لانه اتضرب واتهز
اتهزق من ابوه بسببه، وبيتوعد له ان هو اما يرجع له مش هيسيبه في حاله ولازم يدفعه ثمن العمله اللي هو عاملها دي كتعويض. وبعد كده الملك بياخد ابنه مينجو وبيروحوا علشان يطمنوا على زوجة بطلنا تشاو، واول ما بيوصلوا هناك بيرحبوا بيها وبيقولوا لها الحمد لله على السلامه والحمد لله ان انت قمت بخير. والملك وقتها بيقول لها ان هي تقدر تناديه بعمها لان هو بيحب جدا بطلنا تشاو. ولكن وفي نفس هذه اللحظه واثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض بتقع منها قلاده من اليشم. ساعتها الملك بيلاحظ القلاده دي وبيكون مستغرب لانها نفس اللي شافها في القصر الكبير، وبيكون منبهر حرفيا ازاي موجوده مع البنت دي. وساعتها البنت بتتكلم معاهم وبتحكي لهم اللي حصل معاها بعد ما بطلنا تشاو مشي، وان هي اتكشفت وكله عارف الحقيقه بتاعتهم، وعلشان كده هو لسه لحد دلوقتي ما يعرفش حاجه اساسا. وقتها بس مينج بيفهم الموضوع وازاي بطلنا تشاو مش موجود مع مراته وقت ما كانت بتولد. هو اكيد ما يعرفش ان هي بتولد زي ما هي بتقول كده، لان لو كان يعرف كان جه فورا. ولكن الملك شانج وقتها بيطمنها وبيقول لها ان هو خلى شخص يبعت له رساله في اسرع وقت ممكن علشان يجي، ولحد ما يجي بطلنا تشاو هو عامل لها كل حاجه ممكن تكون محتاجاها، جاب لها خدم وفلوس، وكل اللي مطلوب منها بس دلوقتي ان هي تاخد بالها كويس او من نفسها. البنت ساعتها بتكون فرحانه لانها لقت حد طيب يقف معاها في وقت حرج زي ده، وبتشكره وبعدها بيطلعوا من عندها هما الاتنين. ولكن مينج قبل ما يمشوا بيأمروا الخدم والحراس ان هما يهتموا بها كويس قوي، وكمان بعت لها 500 جندي علشان يكونوا جنبها ويحموا المكان، وبيأكد عليهم ما يعملوش اي اخطاء لحد ما تشاو يجي. وبعدها على طول بنشوف الملك لما بينادى على ابنه مينج وبيقول له انا عايز اسالك سؤال مهم جدا، يا ترى انت تعرف ليه اجيال عائلتنا قدروا ان هم يفوزوا بالملك في انداي؟ مينج وقتها بيرد عليه بكل ثقه وبيقول له ايوه انا عارف كويس قوي، واكيد السبب كان الولاء بتاعهم. بيضحك وقتها ابوه بيعرفه ان بجانب الولاد كان في حكم المحكمه واحتكار الملوك كمان، وان الملك ده وقتها قدر ان هو يستعمل الثقه بس. وبيطلب من ابنه مينج بعدها ان هو يكتب رساله دلوقتي حالا ويبعتها ليانج. مينج ساعتها ما بيكونش فاهم اي حاجه وبيساله يا ترى انت تقصد انا مش فاهم اي حاجه منك لحد دلوقتي. وساعتها بس شانج ابوه بيعترف له وبيقول له ان الملك ده مشبوه، فاحنا لازم نخليه يتاكد ان تشاو عنده 7 اطفال وبكده هيقدر ان هو يسيطر الملك على تشاو. مينج ساعتها بيكون مبسوط بالافكار بتاعه والده وبيعرف ان هو افكاره كويسه جدا وعنده رؤيه كمان. شانج وقتها بيفضل يفكر مع نفسه وبيقول توحيد العالم مش هيكون بعيد ان شاء الله، ولكن مش عارف ايه اللي هيحصل لما العالم يتوحد. بينتقل بينا المشهد بعد كده عند وي واللي بيروح للملك وبيعرفه اخر الاحداث اللي حصلت، وساعتها بيقول له ان هو بلغ المحكمه بعد ما قابل تشاو لانه بيكون شخص جشع جدا، ويعتبر دي فرصتنا الوحيده علشان نفكك دوله تشاو. ساعتها الملك بيكون مستغرب من كلامه وبيساله يا ترى انت بتقول ليه كده عن تشاو؟ بيرد عليه وبيقول له ان الولد تشاو اللي انت مستهون بيه ده مش مجرد طفل عادي كده وخلاص، لا ده انا عايز اقول لك ان هو من اخطر الناس اللي موجوده هنا وخططه بعيده المدى دايما. الملك ساعتها لما بيسمع وي بيتكلم عن تشاو بالطريقه دي بيكون فرحان وقتها، وبيعرفه بالفعل ان تشاو بيكون عظيم زي ما هو بيقول وان هو دايما عنده احساس. وانا عايز اقول لك ان انا وقتها كلفته بمهمه خطيره جدا في المستقبل. وبعدها على طول بيوصل جندي برساله من المعسكر وبيكون فرحان جدا الملك اول ما بيقرا اللي فيها، لانه بيعرف ان بطلنا تشاو متجوز وهو في سن صغير كده. لا ومش بس كده، ده عنده كمان طفلين زي العسل. الملك وقتها بيكون فرحان لبطلنا تشاو صحيح، ولكن هو حاسس بحاجه غريبه من اتجاه مراته، بيكون حاسس ان هو شافها قبل كده وهي مش غريبه عليه ابدا. الخادم وقتها بياكد كلامه بيقول له ايوه انت عارفها كويس قوي لانها بتكون بنت ليه. الملك وقتها بيكون مستغرب ان هي بنت ليه، بس بيقرر ان هو يعلن عن الخبر في المدينه كلها، وهيعرف المدينه كلها ان البنت دي تكون مرات بطلنا تشاو دلوقتي ومأنجبه طفلين منه، وهيبعت اميرتين يكونوا موجودين معاها هناك دايما، وكمان هيدي لبطلنا تشاو 1000 حصان كهديه ليه. ووقتها بيكون شايف ان الملك بيبالغ في حب تشاو وبيكون مستغرب جدا كمان، وبيتكلم وقتها وبيقول الملك بيعمل لك كتير يا تشاو، لازم تخدم البلد باخلاص بعد كل اللي هو عامله لك ده. الملك ساعتها بيقول له ما تقلقش انا واثق فيه كويس قوي لاننا ماضيين عقد مع بعض وعمره في حياته ما يخوني، بس في نفس الوقت بيتكلم مع نفسه وبيقول انا عارف ان تشاو ممكن يغدر بيا في اي لحظه بسبب هاني اللي موجود معاه، هيكون مقوى قلبه وممكن في اي وقت من الاوقات ان هو يغدر بيا. بتنتقل بينا الاحداث عند بطلنا تشاو اللي بيكون رايح له هان لحد عنده، وقتها بيستقبله تشاو بسعاده وبيعرفه ان هو كان سامع ان هان ولي وتشينج كانوا زمايل في المدرسه كلهم. بيضحك هان ساعتها وبيقول له انت عندك حق فعلا ومعتبر اكتر من صحاب، لا ده اخواتي يا جدع. تشاو ساعتها اول ما بيسمع الكلمتين دول بيكون
بيكون حاسس ان هان شخص بسيط جدا بالرغم من القوة العظيمة اللي عنده. وساعتها تشاو بيعرفه ان ليه ده يعتبر اقرب صاحب بالنسبة له، بس بالرغم من كده ما بيقدرش يديله الثقة الكاملة لان عنده شوية دوافع خفية. هان وقتها بيكون مستغرب من كلام بطلنا تشاو ومش فاهم قصده لحد هذه الاثناء، فبيقرر بطلنا تشاو ان هو يوضح له كل الموضوع بقى ومش لازم يخبي عليه اكتر من كده. وبيعرفه ان ليه من كام يوم بعت له شخص لحد عنده علشان كان بيدور عليك يا هان وعايز يقتلك. هان وقتها بيتصدم اول ما بيسمع الكلمتين دول، ما بيكونش مصدق بطلنا تشاو ولكن عارف في نفس الوقت ان هو مش هيكذب عليه. وقتها بيزعل جدا من ليه وبيكون متضايق وعلى اخر منه لان كان بيعتبره اقرب صاحب بالنسبه له، بالرغم ان هو بيعمل له كتير قوي ولكن لحد دلوقتي مش فاهم هو ليه بيعمل كده وعايز يتخلص منه. ساعتها بطلنا تشاو بيوضح له الموضوع بقى وبيقول له هو خايف منك لانك دخلت اسره تشينو وممكن تستخدم مواهبك وتاخد منه قوته كلها. هان ساعتها اول ما بيعرف ان ده السبب التافه اللي هو عايز يقتله علشانه بيكون ميت من الضحك حرفيا. بس تشاو ساعتها بيقول له ما تقلقش، طول ما انا جنبك محدش هيقدر يعمل لك حاجه، وبيأمره ان هو ياخد باله كويس قوي من نفسه. هان وقتها بيشكره على النصيحه بتاعته دي وبيعرفه ان هو هياخد باله كويس قوي من نفسه وهيفضل بعيد عن ليه مش هيقرب منه تاني. ولكن بطلنا تشاو بيقول له في العالم المضطرب اللي احنا عايشين فيه لو حاول ان هو يقتلك لازم تتخلص منه في اسرع وقت ممكن، صدقني، لان تجنب المشاكل في العالم اللي احنا فيه مش هيفيدك باي حاجه، بالعكس ده انت هتتضر وهتلاقي نفسك ميت وقتها. هان وقتها بيكون متفاجئ ولكنه مش فاهم اي حاجه وبيساله يا ترى انت تقصد ايه بالكلام ده. تشاو ساعتها بيبص له وبيقول انا عايزك تتجرأ وتدخل السلاله وتحل محل ليه. فهان بينزل على الارض ساعتها وبيساله يا ترى انت عايز ناخد سيدي واللي علمني وكان اقرب صديق ليا. بس تشاو ساعتها بيضحك بقى على صوته وبيقول له ما تقلقش انت شكلك مخدوع فيهم اصلا، انا بقدر اشوف الناس اللي حواليا قلوبها بتكون عامله ازاي وايه نواياهم وبيفكروا في ايه كويس قوي. وهان وقتها بالفعل بيقتنع بكلامه وبيقول له انا لازم اتخلص منهم في اسرع وقت ممكن قبل ما يعملوا فينا اي حاجه ويخونونا. بطلنا تشاو طبعا بيكون فرحان من اللي هان عمله ده وان هو سمع كلامه لان ولاؤه كده زاد يعتبر. وبس لحد هنا يا اساطير تكون حلقه النهارده خلاص خلصت. فلو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وكومنت حلو زيك كده علشان صدقنا هيفرق معانا جامد. بس وقبل ما نقفل الفيديو يا صديقي حابب افكرك بقناه الانمي الفشيخ واللي نزل عليها حكايه جامده جدا اشبه بالحكايه الاسطوريه اللي انت لسه متفرج عليها من شويه. فصدقني لو انت ما رحتش اتفرجت على الحكايه دي يا صديقي هيفوتك عظمه حرفيا. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الكومنت المثبت يا صديقي، روح هناك واشترك في القناه اتفرج على الحكايه وقول لي ايه رايك فيها. وبس علشان ما اطولش عليك اكتر من كده صلى على النبي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.